أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدث المصري نستهلها بأهم ما دار اليوم من أحداث. استقبل مستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في قصر الاتحادية اليوم. هذا وعقد كيري مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري نبيل فهمي أكد فيه على أهمية مصر كشريك للولايات المتحدة في المنطقة. كما قال الرئيس أوباما، نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة المؤقتة وسنستمر بالتعاون معها. قلت للوزير فهمي هذا الصباح إن مصر هي شريك حيوي للولايات المتحدة في هذه المنطقة. أشار وزير الخارجية نبيل فهمي إلى أن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي جون كيري كان فرصة لشرح القرار المصري بالنسبة للديمقراطية في المستقبل، مضيفا أن مصر تتطلع لأن تكون من الدول الرائدة ديمقراطيا. تناولت العلاقات الثنائية بإيجابية، وكانت فرصة لكي أقوم بشرح الصوت المصري، القرار المصري بالنسبة للديمقراطية في المستقبل، وتطلع مصر أن تكون من الدول الرائدة ديمقراطيا في ما هو قادم. هذا التزام من شعب وقف مرتين في ثورتين في أقل من عامين ونصف، وهو التزام وطني الكل ملتزم به في المرحلة القادمة. قرر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة قرر نقل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة، وذلك بدلا من معهد أمناء الشرطة بطرى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بدار القضاء العالي، وقوبل ذلك القرار باعتراض شديد من قبل المحامين وسط هتافات معادية لقوات الأمن. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الأمن ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي محاولات لإحداث حالة من الانفلات والفوضى، وذلك أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بمقر أكاديمية الشرطة. واستعرض الوزير خلال اجتماع عقده مع مساعديه محاور خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول، وشدد خلال اللقاء على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حامل التصاريح الصادرة فقط من الجهات المعنية. قال عمرو موسى رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور أنه لا يوجد أي تعثر في المفاوضات بشأن أي مواد بين أعضاء اللجنة وممثلي القوات المسلحة. وأكد موسى خلال مؤتمر صحفي أنه لا يوجد حصانة لأحد في الدستور، لافتا أنه سيتم حسم الإبقاء على مجلس الشورى خلال أسبوع. سلطناش على ناخد مجلس الشيوخ يعني غرفتين بدلا من غرفة واحدة، وده اللي أنا أنوي إذا خلصنا النهاردة بوقت بدري إن إحنا نفتح الموضوع ده ونناقشه. عايزين مجلس شيوخ ولا لا؟ مش مجلس شورى، يعني احنا جميعا ضد مجلس الشورى بالشكل اللي هو كان يعني عليه الحال في السنوات الكثيرة الماضية. المسألة مش مسألة أبواب رزق ولا سبوبة، المسألة مسألة كيف تحكم مصر وفيها وكيف نصل إلى إجادة تشريعية. صرح الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات حول تعطيل العمل ببعض مرافق الدولة والمصالح الحكومية غدا الاثنين، وذلك نظرا لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف المستشار الإعلامي إن العمل سوف يسير بشكل طبيعي وفق مواعيد العمل الرسمية، لافتاً أن موعد سريان حظر التجوال كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير. تمكنت أجهزة الأمن في شمال سيناء من ضبط مستودع للمتفجرات بأحد المنازل المهجورة بمدينة العريش، وأفادت مصادر أمنية أن المستودع يضم كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والبارود والقذائف الصاروخية. وأكدت المصادر أنه تم نقل المضبوطات إلى مكان آمن بواسطة خبراء المفرقعات، فيما تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها في الواقعة. انتهى موجز الأخبار، فاصل قصير مشاهدينا ونبدأ نقاش ساعتنا الأولى من الحدث المصري. قولي للأخ أبو عمار ما يطلع على طرابلس، لأنه في كمين ومخطط لاغتياله.
انتصار الوزير، جهاد، الذاكرة السياسية، الجزء الرابع في هذه الأوقات على شاشة العربية. الإعلام قد ينتقد. هذا يؤكد بأن الإعلام السوري تمكن من فضحهم، تمكن من ضرب إمبراطوريات إعلامية حقيقية يقف خلفها ليس فقط المال وإنما القرار السياسي. قد يهاجم. بعض القنوات الفضائية العربية التي يصح تسميتها بالعبرية قد يهدد. فيما يتعلق بما تروجه قناة العربية، إذا كانت عم تحاول تخويف الشعب السوري فأعتقد أن الشعب السوري أوعى. الإعلام يتهم. قناة العربية نقلا عن مصادرها الخاصة قتلتنا 30 شهيد. كنت أشاهد قناة العربية وكانت هذه القناة تستضيف إرهابيا يترأس إحدى مجموعات الإسلاميين في حلب. هذا الإرهابي كان جالس في اسطنبول وتستضيفه قناة العربية ويشاهده الملايين من الناس. الإعلام لا يتوقف عن قول الحقيقة. وصلت إلى مطار طرابلس الذي انقطع عنه ماء الخدمة بمساعدة ثوار الزنتان. الصواريخ والقذائف كانت تنهمر كالمطر على المطار. دعوني على هذا الحال لكي ننقل التقرير السبق من قلب الحدث وعلى جناح السرعة إلى أن حسمت المعركة وحان موعد المخاضرة. أهلا بكم. تصاعد الجدل اليوم حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة والرسائل التي سيحملها الوزير الأمريكي معه قبل ساعات من موعد بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. هذا الأمر نفته وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الأمريكية، نفت وجود أي رابط بين الزيارة وبين موعد محاكمة الرئيس المعزول. الزيارة جاءت في فترة حساسة يسودها التوتر في العلاقات بين كل من البلدين، وذلك بعد أن علقت واشنطن بعضا من مساعداتها العسكرية لمصر. المحللون السياسيين يرون أن تصريحات كيري اليوم تعكس تحولا تدريجيا للولايات المتحدة ورؤية الولايات المتحدة حيال الوضع بمصر، حيث أعلن تأييد بلاده للحكومة الانتقالية الحالية ودعم التحول الديمقراطي على أسس خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها. حول تداعيات زيارة كيري لمصر سيكون نقاشنا اليوم مع ضيفي في الاستوديو الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. اهلا بحضرتك معانا دكتور. اهلا شرفتنا وسهلا في البرنامج. حياتي. اهلا بحضرتك. والسفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجيه الاسبق، اهلا بحضرتك معانا سياده السفير. اهلا بيك. مشاهدينا، قبل ان نبدا النقاش نشاهد تقرير للزميل تامر نصرت عن زياره كيري وردود الافعال حولها. زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مصر التي وصفها محللون أمريكيون بأنها تأتي في إطار ما يعرف بالدامج كنترول أو السيطرة على الضرر الذي لحق بالعلاقات الأمريكية المصرية في أعقاب ثورة 30 من يونيو وانحياز الجيش لإرادة الشعب. زيارة لم تأتي بجديد على صعيد موضوع المساعدات العسكرية الأمريكية التي تم تعليق جزء منها الشهر الماضي، فقد تحدث كيري عن أن العلاقة بين البلدين لا تبنى على المساعدات فحسب. ليس عقابا، بل هو انعكاس لسياسة أمريكية طبقا لقانون أقره الكونغرس بالنسبة لكيفية التعامل مع أحداث تؤدي لتغيير الحكومة في بلد ما، ونحن ملتزمون بهذا القانون. الزيارة تأتي عشية محاكمة الرئيس المخلوع محمد مرسي، وهو ما أدى إلى ردات فعل حزبية غاضبة من قبل بعض الساسة ورأوا أنه تدخل في الشأن الداخلي، وهو ما نفاه مسؤول الخارجية في كلا البلدين جملة وتفصيلا، بينما أعرب الجانب المصري عن رغبته في استمرار العلاقات بصورة إيجابية. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات هامة جدا لمصر، ونتطلع دائما إلى بناء علاقة تحقق مصلحة للطرفين.
كيري أكد إدانته للعنف ضد الكنائس ورجال الأمن، وكرر ضرورة مساءلة من يتخذ العنف سبيلا، بينما شدد على الإصرار الأمريكي إلى أن يخرج الدستور المصري بصورة تكفل حرية الرأي والتعبير عنه وحرية التجمعات. خارطة الطريق تنفذ على أحسن وجه. لدينا بعض التساؤلات حول بعض النقاط هنا وهناك، لكن وزير الخارجية نبيل فهمي أكد لي مرارا وتكرارا أنهم عازمون على الوفاء بهذا المسار. الجمعية التأسيسية تواصل عملها وسنرى ما سينتج عنها. وأوضح الوزير الأمريكي أن إدارته تلقت إشارات إيجابية عن الالتزام بخارطة الطريق من قبل الحكومة المؤقتة والجمعية التأسيسية، مؤكدا أن هذا سيضع مصر على المسار الصحيح للتحول الديمقراطي الهام بالنسبة لمصر والمنطقة بل والعالم أيضا. تامر نصرت، العربية، القاهرة. شكرا للزميل تامر نصرت على هذا التقرير. أرحب بضيفي مرة أخرى. نبدأ مع حضرتك دكتور سعد. دكتور سعد، يعني أهم ما دار في كواليس هذا اللقاء، يعني إحنا عرفنا أنه هو التقى بعض المسؤولين جون كيري، والتقى أيضا بعض رموز المجتمع المدني. كان في حديث أنه يفضل أن يكون هناك مراقبين دوليين مراقبين أمريكيين يحضروا المحاكمة. يعني لو حابب تكلمنا على أهم ما دار في كواليس لقائه اليوم بالمسؤولين وبرموز المجتمع المدني. يعني أولا الزيارة زي ما قال التقرير تأتي لرأب بعض التصدع الذي أصاب العلاقات المصرية الأمريكية في الشهور الأخيرة، وتحديدا بعد 30 يونيو. وزي ما قال كل من وزير الخارجية السيد جون كيري ونظيره المصري طبعا نبيل فهمي، إن البلدين حريصتين على استمرار العلاقات وعلى قوة هذه العلاقات، لأن الاثنين يستفيدان منها استفادة كبيرة، وهذا لا يخفى على أحد. ما دار في الكواليس هو 4 حاجات. الحاجة الأولى الحرص أن تكون محاكمة الرئيس السابق أو الرئيس المخلوع محمد مرسي عادلة ومنصفة وشفافة، وأن يسمح للمراقبين الدوليين بحضور هذه المحاكمة. 2 هناك الملفات الأخرى العالقة والمستمرة اللي جزء منها هي خارطة الطريق والتحول الديمقراطي، لأن في قرار من الكونجرس قديم هي من أيام تشيلي في سبعينات القرن الماضي اللي بيجعل المساعدات الخارجية الأمريكية وقفا على ألا تحدث انقلابات عسكرية في البلد. ده قانون أقره الكونجرس بالضبط. وأمريكا كانت تحاول التعامل مع هذا القانون منذ 30 يونيو، وأذكر أنه يوم 4 يونيو آسف، يعني بعد يعني ثورة 30 بعد ثورة 30 ب4 أيام بالضبط، كان لنا ويليام بيرنز اللي هو مساعد أو نائب وزير الخارجية الأمريكي، مظبوط، وجاء برضو بهذه الرسالة، وكان بيطلب كيف تستطيع وزارة الخارجية أن تنفذ القرار اللي بيطلب منها أنها تقدم تقرير دوري عن ما يحدث في البلاد التي تتلقى مساعدات من أمريكا. وويليام بيرنز ده عامل رسالة الدكتوراه بتاعته كان عن مصر، تمام، عن ثورة 52، ولذلك كنا حريصين ان احنا نقول له لا، اللي حصل في هذه المرة عكس اللي حصل في 52. 52 كان انقلاب عسكري تحول إلى ثورة. في 2013 تأييد شعبي كمان. 2013 العكس اللي حصل، ثورة شعبية لحق بها الجيش، مش الشعب اللي لحق بالجيش زي 52، لا هنا العكس. وانه في عادة الانقلابات تتم في العالم العربي بين نصف الليل والفجر، دي تم في وضح النهار، كل الناس شايفاها، كثير كانوا متوقعينها وطلبوها. 3 اللي عادة بيقوم بالانقلاب بيستولي على السلطة وبيشغل السلطة. اللي حصل في مصر في 30 يونيو عكس ذلك، اللي عملوا اللي استجابوا للزخم الشعبي لم يتولوا السلطة، انما تولاها رئيس مدني طبقا للدستور اللي هو رئيس المحكمة الدستورية العليا. رابعا واخيرا يعني، وده اللي احنا ركزنا عليه،
انه في النهايه هذه الامور وان الزخم الشعبي 30 مليون اللي طلعوا دول لم تحدث في التاريخ ابدا، لا في امريكا ولا في اوروبا ولا حتى في الصين اللي فيها مليار طلعت مظاهره من 30 مليون في نفس اليوم. فده بيوريك قد ايه الجيش كان بيستجيب وبيحاول انه يجنب مصر حرب اهليه. ده اللي تم عرضه او ايضاحه ده الويليام بيرنز، وده برضو اللي اتكرر النهارده مع جون كيري. سيادة السفير، لو سألت حضرتك يعني النهارده وزير الخارجية كان بيقول إن في علاقة مضطربة في الفترة الماضية بين كل من الولايات المتحدة وبين مصر. هل ترى أن هناك تحول تدريجي في العلاقة الآن؟ هل الولايات المتحدة تحاول أن تظهر أن هناك تغير في رؤيتها الآن لثورة 30 يونيو؟ هو معظم المحللين والمراقبين اللي أنا تواصلت معاهم بعد الظهر كان انطباعهم أن الزيارة جاءت في أجواء إيجابية، ويعني الحكومة المصرية أحسنت استضافة الرجل الأمريكي، وهو بحد ذاته له شخصية مقبولة وعنده توازن وواقعية في الطروحات اللي بيقدمها، ولذلك كان قبل منه كثير مما قد يكون غير مقبول من بعض أطراف أخرى. ولكن أنا أظن أن أهم مفتاح فتح به النفوس المصرية كلمته اللي قالها في الأول، قال أن احنا جئنا لشريك مهم لنا في المنطقة، وأن احنا إن كانت لدينا معوقات تعوق دون يعني تحقيق المعونة العسكرية بالحجم الإجمالي المتفق عليه، فليس ذلك معناه وقف المعونات الأخرى أو التصرف فيها، وحدد بالذات 4 مجالات: مجال تطوير الصحة، تطوير التعليم، تأمين سيناء، مكافحة الإرهاب، وأيضا دعم القطاع الخاص. أيضا بصفة عامة الإيماءات والإشارات التي تقدم بها خلال مؤتمر الصحفي مع السيد وزير الخارجية تدل على أنه الجو النهاردة أصبح أفضل بكتير من أمس، مختلف كتير فعلا. كنت يهمني أن احنا نلاحظ التزامن بين زيارته وبين زيارة 21 وزير خارجية عربي، أو يفترض أن يكونوا كلهم النهاردة موجودين، ولكن العدد الإجمالي للمستوى الوزاري الكامل المستوى تقريبا حوالي 14 أو 15. وأعتقد أنه هؤلاء المجتمعين في إطار الجامعة العربية بيتحدثوا عن الشأن السوري، وهذا كان من أحد عناصر موضوعات البحث اللي طرحها في اللقاء المقفول بينه وبين السيد وزير الخارجية المصري. كان لابد ان احنا نعرف ما اذا كان كيري هيقابل حد منهم هيحاول يقترب شيئا فشيئا من بعض الوزراء الذين لم يتعرضوا من قبل لمقابلة ممثلي الائتلاف الوطني المعارض او غيره، ولكن حتى اللحظة الراهنة لم نتوصل بأي شيء يدل على اتصال حتى من جانب وفد كيري مع بعض وزراء الخارجية أو مندوب الجامعة العربية. طب سيادة السفير، في فيديو عندنا يعني سيادة أعزائي المشاهدين لو نشاهد ما أشار إليه وزير الخارجية نبيل فهمي عن العلاقات المصرية الأمريكية من أنها تمر بمرحلة اضطراب. نشوف الفيديو. ذكرت منذ أيام قليلة أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة اضطراب. أعتقد أن حديث وزير الخارجية الأمريكي معي اليوم في الجلسة المغلقة، وكذلك ما ذكره هنا عن تأييد الولايات المتحدة للشعب المصري وتأييد الولايات المتحدة لتنفيذ خريطة الطريق، أعتقد أنها كلها مؤشرات، وهي نفس ما خرجت به من اجتماعنا على أننا نسعى جميعا إلى استئناف العلاقات بالشكل الإيجابي المعتاد، وأننا سنعمل سويا في هذا التوجه. دكتور سعد، يعني لو سألت حضرتك، يعني النهارده رئيس عدلي منصور كان بيقول ان مصر لابد ان تدخل في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، وايضا كيري تصريح النهارده ليه بيقول ان احنا لا ننظر او لا نتعامل مع المرحلة الماضية، نحن الان نتعامل مع المستقبل. رؤيتك لهذا الكلام سواء من رئيس لا عدلي؟ هو كلام صحيح من الجانبين تماما، وفي إشارة مهمة للي قاله سيادة السفير واللي قاله
الوزير نبيل فهمي إن العلاقات بين مصر وأمريكا من منتصف السبعينات، وهي علاقات تتطور وعلاقات تتعمق باستمرار، وفيها مصالح البلدين. وزي ما احنا بنقول دايما في العلاقات الدولية، ليس هناك صديق دائم ولا عدو دائم، إنما مصالح دائمة. إنها بالظبط عليك نور، مصالح دائمة، وفي مصالح دائمة للطرفين، وتم الإشارة إليها وسيد سفير فكرنا بيها الوقت من شوية. في عندنا الملف الفلسطيني، عندنا الملف السوري، عندنا الملف الإيراني. دي 3 ملفات. هذا إلى جانب طبعا حرص أمريكا الشديد على أن يتم الانتقال الديمقراطي، وأنه الربيع العربي يستمر في زخمه، ومصر هي الدولة المحورية في المنطقة. وبالتالي نجاح التحول الديمقراطي في مصر وخريطة الطريق اللي تم الإشارة إليها من جون كيري في حديثه الأخير اللي انتوا عرفتوه بيدل على أن ده أحد البنود المهمة وأحد الركائز اللي الكونجرس منتظره عشان يقدم له تقرير عنها. والكونجرس كان طلب منه تقرير دوري عن ما يحدث في مصر للتأكد من أنه حتى القانون الأمريكي في هذا الشأن تتم مراعاته واحترامه تماما، وهو قانون يمنع تقديم مساعدات لبلاد يتم فيها انقلابات عسكرية. فكان توصيف ما حدث في مصر في 30 يونيو ده مهم، وأظن الإدارة الأمريكية تحاول أن تتعامل مع هذا الأمر. تعاملت معه وتجاوزت اللي كانت الصحافة الأمريكية مصرة على أن تسميه سميته تغيير سياسي. بالظبط. نعم. طب يعني النهارده سيادة السفير بعد هذه اللقاءات المكوكية اللي قام بها جون كيري ولقائه ببعض أيضا رموز المجتمع المدني، رؤيتك كيف يمكن لمصر أو السلطات المصرية أن تغير من هذه الصورة الموجودة؟ يعني تقوم الدولة كسلطة بمحاولة تغيير هذه الرؤية وليس فقط عن طريق الزيارات. هل الاستعانة ببعض شركات العلاقات العامة في هذا الأمر أمر جيد؟ تغيير أي صورة الاضطراب اللي مر بها العلاقة المصرية الأمريكية، ما هو تم خلاص تغيير الصورة دي بما قدمه وزير خارجية أمريكا من شروحات لموقفه، أنه مع الشعب المصري ومع الحكومة الانتقالية، مع الحكومة المؤقتة في خارطة الطريق التي أعلنتها، وأنه يطلب فقط محاكمات عادلة لإنهاء العنف، يطلب محاكمات نزيهة وشفافة بالتعبير اللي قاله، أن كل ما نتصوره من الحكومة المؤقتة دي لإنهاء العنف أن تقوم بإجراء محاكمات نزيهة وشفافة فقط، ولم يتدخل بس هذا يعني لا ولكن فيما يتعلق بالأداء بالجوانب الأداء الأخرى اللي حضرتك بتسأل عليها في حياتنا الوطنية، إزاي نطور علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ونحسن صورتنا عندها، ده يأتي بالعمل الداخلي. أنا لا أؤمن كثيرا بأداء دبلوماسية، الأداء الدبلوماسيين عندما يقومون بتجميل ما لا يجمل. ينبغي أن تكون لديك منتج، بس المفروض ان انت تحسن عرض، يعني تحسن عرض. من الممكن احنا لم نكن نحسن عرض الصوره، بدليل ان كل يعني كتير من الدول الغربيه كانت بتشوف اللي حصل انقلاب ما كانش. سيدي الفاضل، أظن أنهم يعرفون تماما ماذا حدث، ويعرفون تماما كم من الملايين نزلت في الشارع، ولكنهم ضمن التوصيفات التي يرغبون فيها أن يضغطوا عليك في مرحلة معينة يستخدموا هذا التوصيف الذي حجب عنك جزءا من المعونة العسكرية، فجعلك تفكر إيجابيا في كيفية تنويع مصادر التسلح. نعم. وإن كان ده موضوع آخر يحتاج موضوع تقارب مع روسيا، وفي تنويع مصادر التسلح بما فيها التقارب مع أطراف مختلفة. نعم. 2 أنه خلاك تفكر، تعيد تفكير في فهم في طريقة تعاطيك مع مفهوم المعونة. ينبغي ألا ترى المعونة مالا دائما ومنتظما وواردا في خزانتك دون أن تسعى لإنتاج يقابله أو تسعى لتحقيق شيء عملي مفيد به، مش عملية أنك تنشئ حاجة وتنتهي أو تعمل برنامج تدريبي ثم ينتهي الأمر. ينبغي أن تكون لديك خطة طويلة المدى بكيفية الاستغناء عن هذه المعونة في مرحلة ما بإيجاد بدائل محلية
لتمويلها او للتمويل او للاستكمال. وتأكيدا لكلام حضرتك، كان النهارده بيتكلم الرئيس عدلي منصور انه لا يمكن اغتسال العلاقات المصريه الامريكيه في المعونه. طب صحيح. دكتور سعد، لو سالت حضرتك، يعني كتير من قوى او التيارات المدنيه ما زالت يعني ترفض زياره كيري، بتقول ان دي محاولات لفرض املاءات، يعني حتى بعد ما قالوا. رؤيتك لهذا الكلام؟ لا طبعا جزء من هذا الكلام هو رواسب تراث فترة سابقة اللي كنا فيها باستمرار بنعتبر أمريكا دي شيطان أكبر وإنها بتتدخل دايما، وبعض المراهقة ما زالت موجودة في بعض مراهقة سياسية، زملاء مراهقة سياسية والمزايدات. يعني في هذه الأمور ينبغي أن توزن الأشياء بميزان دقيق بدون لا مزايدات ولا غوغائيات. وأنا أعتقدش أنه أمريكا بتتدخل في الشأن المصري بشكل فج، إنما هي تعبر عن اهتمامها بما يحدث في مصر زي ما احنا بنعبر عن اهتمامنا بما يحدث في أمريكا. يعني ما الأمريكان ما بيدعوش إن احنا بنتدخل في شؤونهم لما نبعت وفود تزور أو تراقب الانتخابات بتاعتهم. الموضوع رقابة الانتخابات مثلا اللي هو طلبه النهارده، ايه اللي يضرنا في هذا؟ اذا كنا ناويين نعمل انتخابات حرة ونزيهة، ده احنا ندعي كل العالم يتفرج علينا. يعني علينا ان نباهي بها، ليس لدينا ما نخافه لنخفيه. اذا كنا نعمل انتخابات حرة ونزيهة، اذا كنا نعمل محاكمات حرة ونزيهة، فليس هناك ما نخافه. نخاف من ايه؟ نعم. طب احنا معانا فيديو نشاهد ما قاله كيري عن استمرار الدعم الامريكي لمصر في مجال تأمين الحدود ومكافحة الارهاب. نشاهد الفيديو. ناقشنا بإيجاز القرارات الأخيرة المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، وأريد أن أوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم الذي تحتاجه مصر في مجال الصحة والتعليم وتطوير القطاع الخاص وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ولا سيما في سيناء. سيادة السفير، تعليقك على ما قاله كيري؟ هذا مهم، أن جزءا كبيرا من البرنامج المعونات أو المساعدات الأمريكية الذي يترجم أحيانا إلى مال مباشر أو يترجم إلى تدريب أو تجهيزات فنية أو غيره مستمر، وأنه لم يتوقف عندما توقف جزء من المعونات العسكرية، لأن هذا في الواقع في دعم للمصالح الأمريكية وفي نفس الوقت دعم للمصالح الشعبية المصرية. عندما يقول أنا لي برنامج في قطاع التعليم أو قطاع الصحة، وأنا زوجتي بالمناسبة متخصصة في شؤون تنظيم الأسرة، وهو أحد برامج المدعومة من المعونة الأمريكية، برنامج ناجح مخالف تماما للصور التي يعني كتير من المعترضين يا فندم على يعني كتير من الاماكن من البرامج دي بتبقى مشروطه. لو ناخد تليفون، يعني معانا السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزاره الخارجيه. سياده السفير، بنرحب بحضرتك معانا في برنامج الحدث المصري. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك لو تكلمنا عن اهم ما دار اليوم في كواليس اللقاء بين وزير الخارجيه نبيل فهمي وبين جون كيري. اولا برحب طبعا بالسيد السفير هاني خلاف والدكتور سعد الدين ابراهيم. بالنسبه للمباحثات اللي جرت اليوم، كانت العنوان الرئيسي لها هو طبعا المصارحه المكاشفه. كان فيها شقين، الشق الاول تناول القضايا الاقليميه، تم تناول الازمه السوريه، الملف الفلسطيني، العلاقات الامريكيه الايرانيه، الملف النووي، ومبادره مصر واخلاء منطقه الشرق الاوسط من اسلحه الدمار الشامل. اما القسم الثاني فهو تناول العلاقات الثنائيه بين مصر والولايات المتحده. وزير الخارجيه نبيل فهمي اوضح ان هناك اضطراب في هذه العلاقات، وانه يتعين الاعتراف بان هناك مشاكل تواجه هذه العلاقات ويتعين التعامل معها بكل وضوح. تحدث عن اراده الشعب المصري، عن صوت الشعب المصري الذي اصبحت السياسه المصريه الخارجيه تعبر عنه. من جانبه وزير الخارجيه كيري كان في منتهى الوضوح
كرر أكثر من مرة دعم بلاده ودعم الرئيس أوباما وإدارته لإرادة الشعب المصري لاختياراته للحكومة الانتقالية لخريطة طريق. طب سيادة السفير، هل يعني في سر أو دلالة لهذا التوقيت، يعني توقيت هذه الزيارة وهذا التغير اللي البعض بيشوفه مفاجئ، يعني في توقيت لهذا أو دلالة لهذا التوقيت؟ أولا مسألتين بالنسبة للتوقيت الزيارة تأتي في إطار جولة إقليمية. كان الجانب الأمريكي قد اقترح بعض المواعيد التي لم تتناسب مع برنامج السيد وزير الخارجية نبيل فهمي، ثم طرح الجانب الأمريكي مواعيد مقترحة أخرى، وتم التوافق على يوم الأحد باعتبار أن السيد وزير الخارجية سيقوم بجولة في إفريقيا وأوروبا اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم. بالنسبة لما ذكرته حضرتك على الموقف الأمريكي كما نعلم يشهد تغيرا تدريجيا. منذ فترة كانت هناك تصريحات واضحة لوزير الخارجية كيري، ثم بيان الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، والآن يعني الموقف الأمريكي أصبح أكثر وضوحا، أكثر يعني إدراكا بحقيقة الواقع. جون كيري تحدث عن إدانة العنف، إدانة الإرهاب بكل صوره. جون كيري تحدث أيضا عن الالتزام والحرص الأمريكي الكامل بعلاقات قوية مع مصر. كان أيضا الشيء الجديد أن إدارة أوباما يعني تناولت مسألة بدء حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وهذا أمر جديد ويعكس حرص أمريكي على الدخول في علاقات قوية وتعميق العلاقات القائمة بين البلدين، فضلا عن إشارته أن موضوع المساعدات هو موضوع صغير في إطار العلاقات بين البلدين. شكرا سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. دكتور سعد، يعني البعض بيتساءل هل من الممكن أو من بيستغرب بالأحرى، هل من الممكن أن جون كيري يعقد لقاءات مثلا مع ممثلين لبعض القوى السياسية من التيار الإسلامي كالإخوان المسلمين؟ كاثرين أشتون كانت بتعقد لقاءات مع ممثلي الإخوان. يعني طبعا المسائل دي واردة، لا أعتقد أنها ستحدث هذه المرة. هو التقى بممثلي المجتمع المدني المصري، وعدد من ممثلي المجتمع المدني ذو توجه اسلامي. عمرو خالد الوحيد. يعني بس هو لا يعكس يعني التيار الاسلامي المعارض دلوقتي. لا يعرضه، انما يعني امريكا كدوله عظمى تبقى حريصه على الانفتاح على كل التيارات هنا وهناك. وبالمناسبه يعني الاخوان المسلمين في امريكا منظمين جدا، ودول احد جماعات الضغط دلوقتي في امريكا، بقوا شأنهم شأن الجماعات اليهودية يعني لهم لوبي ولهم علاقات عامة ولهم أشياء كثيرة ولهم أصدقاء في الكونجرس سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وفي الصحافة. فيعني بالمعنى ده وجهة نظرهم معروضة تماما في الأوساط الغربية عموما والأمريكية خصوصا، فما فيش يعني تقصير من ناحية توصيل وجهة النظر دي. اثنين، ان هو اصراره واللي ركز عليه بان المحاكمات سواء محاكمه الرئيس مرسي او بقيه القيادات الاخوانيه تكون عادله ومنصفه وشفافه وبحضور مراقبين دوليين من امنستي، من منظمه العفو الدوليه، من منظمات حقوقيه اخرى. وده لو ما تحققش يعني هيكون في مشكله او في لا، هي تعكس حاجه وحشه عن مصر. انت بدل ما عندكش حاجه تخبيها ليه ما تدعيش كل العالم يتفرج عليه؟ مفيش مشكله. لا ينبغي ان احنا كمصريين يعني عندنا نظام قضائي محترم وعندنا قضاه يعني حريصين على استقلاليتهم، احنا نباهي بينهم الدول. يعني اي محاكمه بهذا النوع تكون تاج على راس مصر.
سيادة السفير، يعني عدم يعني لقاء جون كيري بممثلين للتيار الإسلامي اللي هو المعارض المعروف سواء السلفيين أو الإخوان المسلمين، هل يعني هذا خوفا من عدم رضا السلطات اللي هو بيحاول يتقارب معه الدولة المصرية؟ السلفيين مش معارضين بالمناسبة، كتير منهم طار منهم كتير معارض بعد عمليات الدستور يعني كتير طار منهم معارض، يعني لو استثنينا حزب النور في كتير أو بعض التيار منهم معارض. لو اعتبرنا ان هؤلاء معارضين، وايضا جماعه الاخوان المسلمين، البعض بيشوف ان ده جون كيري لا يحاول ان يغضب بالسلطه المصريه او الدوله المصريه، والكثيرين المؤيدين للدوله بلقائه بهذه الشخصيات. رؤيتك لهذا الكلام؟ اظن انه يكون مخطئ لو تصور ان هذا يغضب او لا يغضب، لانه من المفترض انه بيعكس المواقف الامريكيه الثابته، وكنت اتصور انه من الجرأة ومن القدرة على أنه يظهر مثل هذا اللقاء بشكل إيجابي، لأنه إحدى رسائله الغير المباشرة التي التقطتها من ضمن أحاديثه بالإنجليزية حديثه عن دعوة الجميع للالتزام بخارطة الطريق وإنهاء العنف، دعوة التي ينبغي أن يساعد على تحقيقها الجميع. هذه دعوة متضمنة خطاب مستهدف به جماعات المتظاهرين في الشارع المصري، وطبعا إلى جانب مؤسسات الأمن الرسمية والقوى المختلفة، القوى السياسية المختلفة. أنا أظن أنه كان حريا به أن يلتقي ليكون متسقا مع موقفه المبدئي ومنهجه السياسي، وإن كان هناك طبعا شخصيات من بين الإخوان المسلمين وغيرهم من السلفيين الذين يتفهمون موقف الشعب المصري حاليا ويتفهمون ضرورة التماشي مع التغيير الشعبي الواسع والمطلوب، وبالتالي كان يمكنه أن يلتقي بهم. ما أعرفش مين اللي اختار أنه لا يلتقي بهم، هل الجانب الأمريكي ولا الجانب المصري؟ دكتور سعد، تعليق أخير من حضرتك، شايف أن الفترة القادمة تشهد تحول الأفضل بصورة كبيرة للعلاقات المصرية الأمريكية؟ لا قطعا، هذا سيحدث، هو يحدث بالفعل، ولكن مزيد منه سنراه في الأسابيع القادمة، ولا أستغرب أبدا إذا حتى ما عادت الجزء المعلق من المساعدات العسكرية أتوقع أن يأتي في خلال أسابيع أو شهور بكثير خالص. دكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ العلم الاجتماعي السياسي ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا يا فندم. والسفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، شرفتنا يا فندم، شكرا لحضوركم في برنامج حسم مصر. فاصل قصير وبعده مشاهدينا ندخل إلى فقرة الصحافة، وضيفي الكاتب الصحفي أحمد الخطيب نائب رئيس تحرير جريدة الوطن. وزير الداخلية الأردني حسين المجالي: ألا توافق بأنكم هنا في الأردن كنتم من أوائل من اعترفوا بالنظام الجديد في مصر الذي جاء في الواقع من الساحات، أليس كذلك؟ نقطة نظام مع حسن معوض في هذه الأوقات على شاشة العربية. لم ننسق ولم نتعاون مع أي حد، وما استأذناش أي حد في حماية بلدنا، وسنواصل نضالنا السلمي من أجل استعادة الشرعية. المجال مفتوح للمشاركة السياسية لكل أبناء مصر. ألم تكن انتخابات حرة سليمة شهد العالم كله بنزاهتها؟ من ذا الذي يعين نفسه وصيا على الشعب ويقيم اختيارات الشعب ويحقق اختيارات الشعب؟ طول السنة اللي فاتت ما سمعناش من التيار الإسلامي كلمة واحدة في الهداية إلى الله، بيتكلموا سلطة وحكم. أشكر الشعب المصري على إيجابيته مع الإخوان. مبروك لشعب مصر، الحمد لله خلصنا. 95% من المصريين هم اللي على الجانب الآخر، طب دي انتقدوهم ليه بقى؟ رفعت الجلسة. بعد الفيديو الأخير الذي أصدرته جماعة أنصار بيت المقدس، هل أصبح تنظيم القاعدة لاعباً أساسياً في أعمال العنف في مصر؟
صناعة الموت في هذه الأوقات على شاشة العربية. إذا كان مصباح واحد يستهلك 76 ألف واط في الشهر، فمدينة كاملة تستهلك 300 مليار واط في السنة. ومع 800 مليون سيارة تسير في شوارع العالم تصرف 22 مليار جالون محروقات في الشهر، فطبيعي أن يكون معدل استهلاك العالم بالمحصلة أكثر من 2.5 مليار برميل نفط في الشهر. أكثر من 50% من احتياطي النفط والغاز في العالم موجود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مستقبل الطاقة، الخميس 7:15 على شاشة العربية. أهلا بكم. في هذه الفقرة نناقش أبرز عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. قبل أن نبدأ أحب ضيفي الكاتب الصحفي أحمد الخطيب نائب رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفتنا يا فندم. نبدأ فقرتنا من التسجيلات التي حصلت عليها جريدة الوطن للرئيس المعزول محمد مرسي. طبعا التسجيلات دي تصدرت صفحة الوطن الأولى وأصبحت حديث الساعة قبل محاكمة مرسي غدا. نقرأ منها: المعزول لأشتون: أعرف أن الناس كانت تريد إقالة قنديل، لكن في ناس آخرين قالوا لي إنه مناسب جدا وبيستحمل. المعزول: إسرائيل شيطان وهي المستفيدة مما يحدث في مصر الآن. وأحد الحضور يرد: ما سمعناش منك الكلام ده لما كنت رئيس. سأترافع عن نفسي أمام المحكمة وسأقول للقضاة لم أتورط في قتل المتظاهرين. المعزول: مفيش أشد من البلد يخرب وإن ولادكم يعيشوا حياة مضطربة ربما لسنوات. ننتقل من عناوين جريدة الوطن إلى الفيديو الذي بثته الجريدة على موقعها الإلكتروني منذ قليل. وبالتالي رئيس الجمهورية طبقا للدستور القائم في البلاد كوديتا يعني ايه؟ ضربة للمؤسسة، فبيقلب كل موازين المؤسسين ومعنى المؤسسين في التشريع وفي التقويم. فاحنا في حالة انقلاب. أنا ثمن بسيط لمثل هذا، وأنا يعلم الله سبحانه وتعالى أنا صادق هذا الذي يحدث تعاني منه البلد مصر كلها. ليس هناك مجال للكلام دلوقتي في الموضوع لما يجي وقت ولادكم في الصراع اللي بيننا وبين اسرائيل. هذه مهزله اللي بيحصل. متى تعود مصر مره اخرى ليكون فيها فصل من السلطات بين البلاد، يكون فيها حريه ويكون فيها حريه. والله اللي بيكتبوا برنامج ان ناس من العرب من سفينه القدس طلبوا من السلطات الإسرائيلية أنهم يطلقوا على شارع اسمه رابعة، والسلطات الإسرائيلية استجابت. لأن أنا قريت في الأخبار يعني إسرائيل فرحانة برابعة ولا زعلانة من رابعة، دائما يدور لك على مصيبة. وربما تثبت الأيام إن هم ورا المصيبة اللي احنا فيها. ربما أنا ما عنديش يقين عشان أتهم حد، لكن اللي احنا فيه ده يخدم إسرائيل. أستاذ أحمد، طبعا من السذاجة إن احنا نسأل صحفي عن مصدره، لكن كتير قوي من الناس بيسألوا كيف حصلتم على هذا الفيديو؟ يعني ده سبق كبير، يعني كتير بيسألوا. حضرتك مصر للسذاجة برضه حضرتك بتسأل؟ لا هم كتير بيسألوا بيقولوا إن اشمعنى الوطن تحصل على هذا لا هو اجتهاد صحيفة بصحفيها، ليس إلا يعني فكرة أنك تصل إلى محمد مرسي بدأت بفكرة يعني قد تكون يعني غير منضبطة، لكنها مع الوقت بالسعي تحققت بشكل أو بآخر. أنا أعلم أن هناك مقولات كثيرة وتفسير سياسي وتفسير أمني بأن الجيش وراء تسريب هذه أو القطع. ده أحد ما يقال يعني لا يعني يمكن هذا جل ما يقال، يعني دعنا نكون صرحاء. لكن طبعا هذا الكلام أنا أقول لك غير صحيح بالمرة، لأنه ليس من مصلحة المؤسسة العسكرية أن تتورط في مثل تسريب. ولماذا يعني؟ أصل التسريب ده زي التسريب برضو بتاع اليوم السابع، أحد الأطباء اللي سرب بعض الكلام للرئيس المعزول، يمكن في حالة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأيضا وزير الداخلية قد يكون تورط أحد المصاحبين أو المرافقين من أطباء أو غيره، لكن في هنا الوضع مختلف. الوضع مختلف. دعنا ننتقل نقطة
اخرى انت شايف ان او اهم ما لفت انتباهك في تصريحات الرئيس المعزول محمد مرسي؟ هو مرسي يعود الى سيرته الاولى، يعني مرسي يتحدث كمعارض لا كرئيس دولة كما كان. يعني عندما كان رئيس دولة إلى حد ما كان منضبط، لكن هو عاد كمعارض، عاد يتحدث عن إسرائيل. مرسي مضى عام بأكمله لم يذكر اسم إسرائيل مرة واحدة، هو يتحدث عن إسرائيل ويقول أنها هي التي ربما تكون وراء ما يحدث في مصر. الذي يحدث في مصر هو وجماعته هو التي وراءه، يعني إلا إذا كانت إسرائيل هي تحرك مظاهراتهم. هذا ما أستطيع أن أقوله. يعني أنت الآن عزلت من منصبك، أنت قلت بشكل واضح وجلي في أكثر من تصريح أنه لو خرج عليك 10 سترحل. أنت ملايين خرجت، هو اعترف بالمناسبة أن هذه الملايين خرجت لتعزله، لكنه قال أن هذه الملايين خرجت ليوم أو بعض يوم. توقيت النشر هل له دلالة يعني قبل محاكمة الرئيس المعزول أو موعد محاكمة؟ هو ربما يعني نكون نحن كنا توقيت النشر له دلالة لدينا، بما يعني أن الأنظار ستتجه بلا شك إلى مصر. أردنا أن نحقق سبقا إقليميا يعني عالميا. هذه رؤيتنا يعني في الصحيفة. أردنا أن نقول أن نعلم أن الأحداث في مصر أصبحت رتيبة لدى وسائل الإعلام العالمية، أصبحت يعني شبه معتاد عليها كما هي الحالة مثلا في فلسطين. فكنا نعلم أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ستصب الأنظار مرة أخرى إلى القاهرة، فأردنا أن نكون نحن في محور الاهتمام. وهذا يعني سخنوا الدنيا شوية. لا مش تسخين بقدر ما هو أنت تريد أن تعلن عن نفسك كصحيفة يعني كبيرة يعني. طب هل هناك يعني فيديوهات لم تعرض، يعني حاجات يعني المشاهد مش نعم في هنعرض بكره فيديو اخر غير يعني هتعرضوا بكره فيديو تاني اخر هل فيديو وبعده اخر؟ سنعرض كل يوم فيديو مختلف عن الاخر. نعم، لان احنا حصلنا على العديد من الفيديوهات. لا مش يعني تقدر تقول كده، لكن الوقت كبير، لكن نحن نقدر لدينا تقدير سياسي وتقدير امني وتقدير قانوني وتقدير اخلاقي. طب هل في فيديو او بعض الكلام اجتزأتوه او شلتوه لاعتبارات مثلا امن قومي، اعتبارات؟ نعم بالفعل حصل. يعني الى حد ما يعني الاجتزاء كان لاخفاء شخصيات الحضور، يعني حتى نكون بمنع عن المساءلة القانونية. يعني هناك أحاديث تتعلق بالأمن القومي نحن حذفناها. يعني احنا أردنا أن نقول بس أننا استطعنا أن نصل إلى محمد مرسي. طب كان في صفارة كده على بعض الحاجات، يعني هل ده بعض الكلمات الناس يعني كان فيها مقصود ولا ده؟ لا للتغطية على أصوات بعض الحاضرين حتى يعني أسرة مرسي بتقول ده مش صحيح، دي مفبركة. يعني اعتقد ان لا ان تقول ما تقول. هو انا معتاد من الاخوان ان كل شيء في الدنيا مفبرك، يعني هم يقولون دائما كل شيء مفبرك، لكن لدينا رجل بالصوت والصوره، ثم يعني فبركه في ايه؟ يعني هل صوته ولا مش صوته؟ شكله ولا مش شكله؟ هذا اعتقد انه هو نوع من انواع الانكار الذي تقوم به جماعة الإخوان وأنصار محمد مرسي دوما. يعني من انفراد الوطن لاستعدادات الأمنية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي غدا بأكاديمية الشرطة. نقرأ من جريدة الشروق: غدا باسم الشعب نحاكم مرسي وإخوانه، القفص يستقبل الرئيس رقم 2. عنوان الصفحة الأولى لجريدة المصري اليوم بيقول: محاكمة مرسي و14 من قيادات الجماعة بتهمة قتل متظاهري الاتحادية. نقرأ من جريدة الأهرام: الداخلية تحذر من إشاعة الفوضى بسبب محاكمة مرسي. يعني هذه العناوين، أول حاجة عايز أسأل حضرتك عليها: لماذا التغيير؟ هل لديك معلومات تغيير من طورة إلى أكاديمية الشرطة؟ هذا التغيير أنا في تقديري هو كانت خطة أمنية منذ البداية. يعني منذ البداية وهم يعرفون أنها في تقديري هي خطة أمنية منذ البداية، وهذا يعني جائز، يعني ولم لا؟ يعني أن تقول أنك ستحاكمه في مكان ما ثم في آخر لحظة تقول أنه سيحاكم في المنطقة، هذا أنت حر فيه. يعني أكاديمية الشرطة حكم فيها الرئيس مبارك. طب ليه السبب ان يتقال لماذا لم يحدث هذا مع الرئيس السابق؟ لا مبارك أنا في تقديري وكما قلت مبارك يحاكم كرئيس دولة سابق، أما محمد مرسي فهو يحاكم كرئيس عصابة، لأن ما يحدث رئيس دولة برضه. لا
يعني السلوك المصاحب لمحاكمته بما فيه هو رئيس عصابة وراءه عصابة، لأن ما يحدث في الشارع ليس تظاهرا. يعني مبارك رحل بهدوء وسلام، مرسي لم يرحل لا بهدوء ولا بسلام. مرسي لا زال حتى الآن هو وجماعته يصرون على إرباك المشهد السياسي، يحاولون استنزاف الدولة، كل ذلك، لكن يعلمون أن مرسي لن يعود. عدم إذاعة يعني جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة أيضا يعني البعض بيشوف الكلام ده يعني حاجة يعني خطأ كبير، خصوصا إن ده قد يسيء إلى صورة هذه المحاكمة. لا يسيء. الأصل في المحاكمة المنع، الأصل لأنه هو متهم، الأصل. لكن إذا أردت أن تعمل قياسا بمبارك فإن الوضع كان مختلف مع مبارك. أنت يعني صدقني الشارع هو الذي يقود الأمر، يعني الشارع هو الذي كان يريد أن يرى مبارك ويسمع منه. الآن برضو الشارع هو الذي يريد أن يرى مرسي ولا يسمع منه، لأن مرسي سياسي ويوجه عبارات وخطاب وخطط وما إلى ذلك. مرسي لن يقف كمتهم. يعني هل بالفعل هيكون في عدة أقفاص، يعني كل مجموعة في قفص؟ هذا ما سمعناه. يعني هل هو أنا يعني ما علمت أن مرسي لوحده سيكون في قفص، قد يكون غير صحيح. الباقي المتهمين في قفص آخر، يعني مثل نفس التقسيمة في سجن معهد أمراء الشرطة. يعني اللي عرفناه أن عصام العريان ومجموعة هيكون في قفص، وبلتاجي ومجموعة في قفص. يعني الفصل بينهم هذا لاعتبارات يعني أمنية؟ لا طبعا، يعني اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية أيضا. يعني هم يتصرفون كزعماء عصابات، لا يتصرفون كمتهمون، يعني يريدون أن يدفعوا عن أنفسهم التهم. يعني هيروحوا يعملوا شغب نفسهم، هو نفس الفكر اللي بيحرك اللي في الشارع، هو نفس افكارهم. طب ليسوا يعني على مستوى المسؤوليه. الرئيس السابق حسني مبارك كان في نفس يعني لو اصل هو الناس المشكله ان الناس بيحاولوا يقارنوا، يعني يقارنوا بين هذا رئيس سابق وهذا رئيس سابق. انا في تقديري انا قلت لك، انا الفرق عندي ان الرئيس مبارك يحاكم كرئيس دوله سابق، له ما له عليه ما عليه. مرسي انا في تقديري هو رجل زعيم عصابه، ليس رئيس دوله له ما له عليه ما عليه في تقديري. يعني ننتقل للحوار الذي أجرته وكالة الأنباء الكويتية مع الرئيس عدلي منصور. عدلي منصور: قدرة الإخوان على الحشد شبه معدومة. الرئيس المؤقت: لا حل عسكري للأزمة السورية، وأمن الخليج من أمننا القومي. عدلي منصور: مصر استعادت عافيتها والمظاهرات التي تشهدها ليست شعبية. يعني رؤية حضرتك هذه التصريحات، يعني البعض يرى أن هذه التصريحات ليست جديدة، هي ذات نعم طبعا. هي تتواكب مع موقف مصر الدائم المحايد الذي يميل إلى أمن البلاد العربية. هو يردد ما يقوله الشعب المصري من أمن الخليج هو خط أحمر للشعب المصري، هو الامتداد الأمن القومي، وكذلك العكس. أنا أعجبني في الحديث عن الأزمة السورية، وقال أنه يعني يرفض ما يحدث في سوريا، ويتمنى على الرئيس بشار الأسد أن يرحل وأن تعود الدولة السورية متماسكة. يعني هذا الخطاب أنا في تقديري جيد منضبط. يعني آخر موضوع نناقشه النهارده في فقرة الصحافة، التحقيق اللي عادته جريدة اليوم السابع وأفردت له الصفحة 9. نقرأ منه: سرقة وبيع مقبرة فرعونية للإله حورس بالصحراء الغربية. مهربو الآثار يطلبون 50 مليون دولار ثمن محتويات المقبرة ويرفضون تسليمها للدولة. علماء إسبان بحثوا عن المقبرة 10 سنوات، ومهربو الآثار توصلوا إليها عن طريق الجعارين والأحجار الكريمة. يعني سرقة الآثار مسلسل مستمر عندنا في مصر. نعم مسلسل مستمر. مصر تعوم على آثار. يعني يمكن لهذه حادثة علمت، هناك حوادث لم تعلم كثيرة جدا، بالذات في الثلاث سنوات الماضية التي صاحبت الانفلات والسيولة الأمنية الشديدة. يعني أنا أعلم عشرات السرقات التي أعلمها، يعني مثل هذه السرقات، يعني ربما لأنها مقبرة وكبيرة وما إلى ذلك، لكن هناك عشرات السرقات تمت في الفترة الماضية، وبعض المسؤولين يعرف ذلك. يعني أنت شايف أن المفترض الدولة تقوم بدور أكبر في المرحلة المقبلة؟ طبعا في شرطة في وزارة الداخلية مخصصة بشرطة الآثار. بالضبط. شرطة الآثار، يعني كان يجب أن يكون هناك دور أكبر، لكن شرطة الآثار كغيرها من المرافق في وزارة الداخلية وفي باقي الأجهزة جرى ما جرى عليها من انفلات وسيولة في الثلاث سنوات العجاف الماضية.
يعني الفترة الجاية مفترض يكون في دور أكبر. أتمنى من الله عز وجل أن يكون هناك دور أكبر ودور، يعني أنا أتمنى أن الأمن يعود. الأمن إذا عاد كل شيء وراءه. هو رأس الاستقرار، رأس سنام الاستقرار في مصر هو عودة الأمن بقده وقديده. يعني أنا أتصور أن الأمن القومي لمصر يبدأ من الأمن الداخلي، حتى وإن خضعنا لقوانين استثنائية هنا توجب حالة الطوارئ. شكرا استاذ احمد الخطيب نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، شرفتنا يا فندم في برنامج الحدث النهارده. اعزائي المشاهدين، نقف امام حالة الطقس في مصر خلال 24 ساعة القادمة. بصفائها ونقائها مياهنا ضرورة يومية. مدارس التربية النموذجية 55 عاما من الريادة والتميز. تحية طيبة لكم مشاهدينا. في مصر هطلت يوم أمس أمطارا رعدية على عدة مناطق في محافظة شمال سيناء، فيما تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. هذا ولم تؤثر الظروف الجوية والأمطار على ميناء العريش البحري، ولجأت مراكب الصيد للاحتماء بالميناء من الظروف الجوية. وشهد السائقين حذرا كبيرا عند قيادتهم للمركبات على الطرق الرئيسية والفرعية والدولية، وأبطأوا من السرعة طبعا خشية وقوع الحوادث. هذا ولم يتم التبليغ عن أي خسائر تذكر. واستقبل سكان مناطق شرق العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء سقوط الأمطار بالابتهاج، لأن هذه الأمطار ستساعد على سرعة نضج الثمار والأشجار القائمة والزراعات إلى جانب تغذية الخزان الجوفي. أخذ هذا الخبر من موقع فيتو. هذا مشاهدينا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتتكاثر على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء ومدن القناة وعلى بعض من محافظات الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة خلال 24 ساعة المقبلة. وإليكم درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في كافة المدن المصرية. أجواء صحوة في العريش، في بورسعيد، السويس والقاهرة أجواء غائمة ومستويات عشرينية. أيضا مشاهدينا ترتفع درجات الحرارة دائما كلما اتجهنا جنوبا. في الغردقة لدينا 27 درجة مئوية وشرم الشيخ مع أجواء صحوة ومشمسة. في الإسكندرية ومرسى مطروح أيضا لدينا أجواء غائمة متوقعة لهذا اليوم. مشاهدينا، هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة بخصوص مصر. شكرا لكم على المتابعة. فيحة سر النقاء. مشاهدينا، الاطلاع على المزيد من الأخبار والملفات المصرية يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت العربية.net، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب. فاصل وتبدأ ساعتنا الثانية من الحدث المصري. عائداتها تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً، تسيطر على عقول الكثيرين، تغير نمط حياتهم. وثائقي يكشف الستار عن أسرار صناعة الألعاب الإلكترونية. رحلة الحلم، الجمعة 11 على شاشة العربية. بصفائها ونقائها مياهنا ضرورة يومية. مدارس التربية النموذجية 55 عاما من الريادة والتميز.
فيحة سر النقاء. أهلا بكم في ساعتنا الثانية من الحدث المصري نستهلها بأهم الأحداث التي جرت اليوم. استقبل المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في قصر الاتحادية اليوم. هذا وقد عقد كيري مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري نبيل فهمي أكد فيه على أهمية مصر كشريك للولايات المتحدة في المنطقة. كما قال الرئيس أوباما نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة المؤقتة وسنستمر بالتعاون معها. قلت للوزير فهمي هذا الصباح إن مصر هي شريك حيوي للولايات المتحدة في هذه المنطقة. أشار وزير الخارجية نبيل فهمي إلى أن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي جون كيري كان فرصة لشرح القرار المصري بالنسبة للديمقراطية في المستقبل، مضيفا أن مصر تتطلع لأن تكون من الدول الرائدة ديمقراطيا. تناولت العلاقات الثنائية بإيجابية وكانت فرصة لكي أقوم بشرح الصوت المصري، القرار المصري بالنسبة للديمقراطية في المستقبل وتطلع مصر أن تكون من الدول الرائدة ديمقراطيا في ما هو قادم. هذا التزام من شعب وقف مرتين في ثورتين في أقل من عامين ونصف، وهو التزام وطني الكل ملتزم به في المرحلة القادمة. قرر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة نقل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة، وذلك بدلا من معهد أمناء الشرطة بطرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بدار القضاء العالي، وقوبل ذلك القرار باعتراض شديد من قبل المحامين وسط هتافات معادية لقوات الأمن. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الأمن ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي محاولات لإحداث حالة من الانفلات والفوضى أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بمقر أكاديمية الشرطة. واستعرض الوزير خلال اجتماع عقده مع مساعديه محاور خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول، وشدد خلال اللقاء على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة، وأن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية فقط. قال عمرو موسى رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور أنه لا يوجد أي تعثر في المفاوضات بشأن أي مواد بين أعضاء اللجنة وممثلي القوات المسلحة. وأكد موسى خلال مؤتمر صحفي أنه لا يوجد حصانة لأحد في الدستور، لافتا إلى أنه سيتم حسم الإبقاء على مجلس الشورى خلال أسبوع. لسه ما صوتناش على ناخد مجلس الشيوخ، يعني غرفتين بدلا من غرفه واحده. وده اللي انا انوي اذا خلصنا النهارده بوقت بدري ان احنا نفتح الموضوع ده ونناقشه. عايزين مجلس شيوخ ولا لا؟ مش مجلس شورى، يعني احنا جميعا ضد مجلس الشورى بالشكل اللي هو كان يعني عليه الحال في السنوات الكثيره الماضيه. المساله مش مساله ابواب رزق ولا سبوبه، المساله مساله كيف تحكم مصر وفيها وكيف نصل إلى إجادة تشريعية. صرح الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات حول تعطيل العمل ببعض مرافق الدولة والمصالح الحكومية غدا الاثنين، وذلك نظرا لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي. وأضاف المستشار الإعلامي أن العمل سوف يسير بشكل طبيعي وفق مواعيد العمل الرسمية، لافتا أن موعد سريان حظر التجوال كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير. تمكنت أجهزة الأمن في شمال سيناء من ضبط مستودع للمتفجرات بأحد المنازل المهجورة بمدينة العريش، وأفادت مصادر أمنية أن المستودع يضم كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والبارود والقذائف الصاروخية. وأكدت المصادر أنه تم نقل المضبوطات إلى مكان آمن بواسطة خبراء المفرقعات، فيما تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها في الواقعة. انتهى موجز الأخبار مشاهدينا، فاصل قصير ونبدأ نقاش ساعتنا الثانية من الحدث المصري.
قد تكون إحدى روايات الأفلام التي نراها. وصلنا تقريبا من 2011 لتموز 2013 حوالي 59 عملية، لكنها حقيقة في لبنان. وقت وصل ليمتحنوا البوابة عرض لي بنص الطريق، عرفت أنا. ظاهرة قديمة جديدة يعيش رعبها ميسورو الحال. الخطف مقابل الفدية، مهمة خاصة. السبت 9:30 على شاشة العربية. We know that his regime gave orders to prepare for a chemical attack. They kidnapped children and men from the villages of Latakia and they brought them here, put them in one place and used chemical weapons against them. رفض روسي لمشروع القرار الفرنسي المقدم إلى مجلس الأمن. يعني هم يحسبون كل شيء ولكن ينسون أن هناك شعب سوري. ننوي الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار للأسلحة الكيميائية. هل يكفي أن نقول لهم هاتوا السلاح الكيماوي واستأنفوا قتل الشعب ببقية الأسلحة؟ هذا في إطار الاستراتيجية السورية الروسية لكسب الوقت. هل سيفلت بشار الأسد والنظام السوري من العقاب؟ لماذا وضعت القضية السورية وقضية معاناة السوريين بالسلاح الكيماوي فقط؟ أي حل سياسي؟ وين هو الحل السياسي؟ لا تخافوا عمو أنا معكم أنا معكم. Where is this Barack Obama? Meanwhile, I've ordered our military to maintain their current posture to keep the pressure on Assad. أهلا بكم. غدا تتجه الأنظار لمتابعة أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على قتل المتظاهرين وبلطجة وفض الاعتصام السلمي للمتظاهرين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم في أثناء تظاهرهم في 5 ديسمبر في محيط قصر الاتحادية، وذلك كان الاعتراض على الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في نوفمبر الماضي، وكذلك قتل الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف و2 آخرين. في هذه الفقرة من نقاشنا هذا النقاش سينقسم إلى شقين. الشق الأول هو حديث مع مصابي أحداث الاتحادية اللي تعرضوا للضرب والسحل والخطف والتعذيب وفقا لرواياتهم وشهاداتهم على اللي تعرضوا له أمام قصر الاتحادية. الشق الثاني هيكون عن حديث السيناريوهات المتوقعة لسير محاكمة مرسي غدا وأسباب نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة. لو بدأنا بالشق الأول برحب بضيوفي مصابين واللي تعرضوا للضرب والتعذيب في أحداث الاتحادية. أولا المهندس أحمد فاروق من مصابي أحداث الاتحادية، أهلا بحضرتك معنا، شرفتنا يا فندم. الأستاذ حسام عمر من مصابي أحداث الاتحادية، أهلا بحضرتك معنا، شرفتونا في برنامج الحادث المصري. قبل ما نخش نقاشنا هنستعرض التقرير عن قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي. نشاهد التقرير. بتهم مشابهة لتلك التي حكم فيها سلفه مبارك يمثل الرئيس المعزول محمد مرسي أمام القضاء المصري. تهمة قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية قضية يتهم معه فيها عدد من قيادي جماعة الإخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين وتعذيبهم. قائمة الاتهام تضم 15 اسما من بينهم 7 هاربون، أما المحبوسون احتياطيا فعلى رأسهم مرسي وقيادي الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان. قضية قتل المتظاهرين تعود أحداثها إلى نوفمبر من العام الماضي، حين خرجت جموع المحتجين على الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي أمام قصر الاتحادية. تظاهرات تصدت لها قوات الأمن، إلا أن الحدث الأبرز كان تصدر أنصار جماعة الإخوان للموقف وتعديهم بالضرب والسحل والقتل على المتظاهرين بغية تفريقهم وإنهاء تظاهراتهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.
الأحداث التي وثقتها مشاهد مصورة وشهادات للمعتدى عليهم لم يدنها محمد مرسي وقتها، وبدلا من ذلك خرج على الشعب في خطاب مطول أدان فيه الاعتداء على سائقه الخاص. بعض المتظاهرين اعتدى على سيارات رئاسة الجمهورية، فوقع هذا الاعتداء على العديد من هذه السيارات وأصيب سائق إحداها. تصريحات أشعلت المزيد من غضب الشارع وقتها، ولا سيما أن مرسي لم يكتفي بإدانة المتظاهرين وحسب، بل تحدث عن متهمين تم إلقاء القبض عليهم واعترفوا أمام النيابة بمسؤوليتهم عن أعمال الشغب والاعتداء على المتظاهرين. بعض هؤلاء المستخدمين للسلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم، كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها، ادعاءات رفضتها فورا جهات التحقيق وتنصلت تماما من كل ما ورد فيها. مثول مرسي أمام المحكمة إذا حدث سيكون الظهور العلني الأول له منذ عزله، وقتل المتظاهرين هو باكورة القضايا التي يحكم فيها ضمن قائمة مكونة من 14 قضية مرشحة للزيادة يواجه فيها الرئيس المعزول وعدد من قيادات وأعضاء جماعته تهما وقضايا جاءت حصيلة عام واحد فقط من حكمه للبلاد. علياء عز الدين، العربية. أهلا بكم مشاهدينا. يعني لو بدأنا مع المهندس أحمد فاروق. مهندس أحمد، لو قلت لنا، يعني أنت طبعا كنت موجودين في أحداث قصر الاتحادية، شايف إحساسك إيه بداية؟ إحساسك إيه وأنت شايف أن المسؤولين عن ما حدث وقتل البعض وإصابة آخرين وكان صورة مأساوية، يعني شايف إحساسك إيه ودول بيتحاسبوا النهارده؟ يعني هو يوم الأربع الدامي دوت بالنسبة لنا كان كارثة، وكان كشف الحقائق ان الناس كلها تعرف ان الاخوان هم مش اخوان مسلمين، هم اخوان تتاريين، صهيونيين، ماسونيين، اي حاجه، انما اخوان المسلمين دي بعيد عنهم خالص، لان هم ما كانوش بيفرقوا ما بين ضرب كبار السن، اطفال، سيدات، مفيش اي فرق خالص. كون ان هم يتحاكموا النهارده، فانا شايف حكم الاعدام شويه عليهم. يعني احنا في قواضينا اللي مرفوعه ضد محمد مرسي وبديع وخالد الشاطر. انتوا ليكوا علاقه بقضيه يعني بكره، قضيه بكره ليها علاقه بيكوا ولا انتوا رافعين قضيه؟ لا. مشتركين شهود؟ احنا طبعا استاذ السيد احمد المحامي رفع لنا قضيه، احنا ومجموعه 4 أو 5 نعم وكلها عن حادث الاتحاديه، ده في الاتحاديه، انما لينا قضيه مرفوعه في يوم كشف الحساب بعد ال100 يوم لما نزلنا برضه وكنا تعيين للمظاهره كشف الحساب مع الرئيس اللي هو قال انا 100 يوم هعمل وهعمل وهعمل، وما عملش حاجه طبعا في السنه كلها، بس احنا نزلنا فوجئنا ان هم نازلين هم كمان، واحنا كنا تعيين قبل منها بفتره كبيره، وبرضه حصل، بس الكارثه ما كانتش زي جلسه الاتحاديه. طب هل يعني لو تقول لنا ايه اللي حصل لك ساعتها؟ يعني ايه اللي عملوه؟ هل كان في يعني تعذيب ممنهج او ضرب ممنهج؟ هقول لحضرتك، احنا جالنا استغاثه من زمايلنا واصدقائنا اللي كانوا مقيمين اللي كانوا في الخيم اللي هم ما كانش عددهم ما كانش يتجاوز 7 خيم وما كانش كتير، وتاني يوم فوجئنا ان طبعا بالهجوم التتاري بتاع اعوان وانصار المعزول مرسي بيستغيثوا الحقونا ديت، يعني عقبال ما بدانا يعني قلنا هم كانوا ساعتها طردوهم بره. ضربوهم. عندنا زميلنا اتضرب واتشد من ايديه ومن رجليه اكنهم بيعذبوه، يعني ده كان الصبح والخيم اتكسرت وكل الناس شافت الكلام دوت، احنا مش بنتضايق عليهم. وعقبال ما وصلنا لهم كانت حوالي الساعه، احنا اتجمعنا هناك حوالي الساعه 6:30، احنا مفيش مسيرات، احنا رحنا على هناك على طول وجمعنا بعض ووقفنا. كان في مجموعه شباب بتهتف ضد الاخوان على شريط المترو في الجزيره اللي في النص، واحنا كنا واقفين على الناحيه اليمين واحنا داخلين من المرغني قريب جدا جدا بيننا وبين سور الاتحاديه القصر، الامن المركزي والحديد بتاع الامن المركزي اللي هو بتاع المرور ده. احنا دوبك بعد صلاه المغرب على طول فوجئنا ان الولاد اللي كانوا بيهتفوا ضد الاخوان هم بيحدفوا علينا طوب زيهم زي الاخوان بالظبط. وطبعا الامن المركزي انسحب
بطريقه عملوا سيئة. عليكم يعني جاولكم من لا بص حضرتك، احنا الطوب والخشب ما كنتش عارف هو بيجي منين، والكارثه وكثره الاصابات ان ما فيش فرق، ان السيدات طبعا هم الحماس عندهم زياده، مش عارف هم كانوا دايما بيعطلونا يعني، بس السيدات اللي كانوا واقفين والرجاله العواجيز والاطفال اللي كانوا واقفين دول كانت كارثه، دي اللي سببت كارثه كبيره. طب استاذ حسام، يعني انت كنت مع المهندس احمد في نفس اليوم، كنتوا مع بعض، لو تقول لي برضو نفس اللي حصل لك تفسر بايه؟ يعني جماعه الاخوان المسلمين بتقول ان المصابين والقتلى منهم، يعني وده ساعتها التصريحات اللي طلعت من المرشد العام لجماعه الاخوان محمد بديع، قال ان ده هناك افتراء، وان القتلى منهم والمصابين منهم، وان الطرف الاخر هو اللي عمل الكلام ده. هم بيدعوا اي حد توفى، اي حد اتصاب ان وهم دايما على طول بيمثلوا دول البريء والضحيه. وهم عندهم اسلوب ومنهج في الحكايه ديت من فتره كبيره، بس للاسف احنا كنا مخدوعين فيها وكنا منساقين وراها. يعني احنا كان بيصعبوا علينا الاخوان المسلمين زمان، وكنا بنقول حرام دول مضطهدين، دول بتوع ربنا، دول حاجات كتير. لكن مع الاحتكاك بعد الثوره ما قامت وبدانا ننزل معاهم ونشوف يعني واحد كتفك في كتفه من بدايه الثوره، مش من بدايتها قوي، من يوم 28 هم بداوا يتواجدوا، ونزولهم كان موجود رسمي فعلا، كان قبل موقعة الجمل ب 11 ساعه، ودي عليها 100 تساؤل برضه. فالناس دي كانت نازله كتف في كتف معاك، وفجاه لقيتهم اول ناس بداوا يضربوا فيك، ومش من ايام ال 100 يوم ولا من ايام الاتحاديه بس، لا ده كان من قبل كده كمان. اول حاجه خالص كانت طبعا هو في احداث كتير، يعني في احداث ذكرى محمد محمود، مجزرة يعني ذكرى ثوره 25 يناير، ال 100 يوم، ذكرى 25 يناير فعلا دي كانت البدايه. وكانت لما منعوا الثوار ان هم يخشوا لاعضاء مجلس الشعب، وبدا الضرب برضو من الاخوان المسلمين، دي كانت نقطه ثانيه. والنقطه الثالثه كانت كشف الحساب اللي هو ال 100 يوم. والنقطه الرابعه ودي كانت اللي هي القشه اللي قسمت ظهر البعير خالص، اللي هي كانت يوم 5/12 اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، 5 ديسمبر 5 ده كان اعتراضكم على الاعلان الدستوري اللي صدر في نوفمبر. طبعا. طيب هل في يعني هل عملتوا يعني رابطه للضحايا اللي حصل، يعني بحيث تجمعوا نفسكم وتقدموا قضيه واحده؟ هل تم استدعائكم كشهود في محاكمه بكره؟ يعني محاكمه بكره انتوا ليكوا علاقه بيها، وهل انتوا شهود فيها بكره؟ محاكمه بكره احنا شهود فيها. اما بخصوص الجزئيه بتاعه الرابطه، احنا لسه سنه اولى ديمقراطيه ولسه سنه اولى ثوره. لان الثوره بقى لها 2 3 لكن ما يعتبرش، يعتبر سنه اولى ثوره لسه، فلسه ملهاش قائد، ملهاش حد بيقودها. ودي ميزه وعيب، سلاح ذو حدين في نفس الوقت، ان انت مش هتقدر احنا سمعنا عن حاجه اسمها رابطه ضحايا الاخوان، هل دي فعلا رابطه ولا ده كلام مش ما نسمعش عنها؟ اوكي. طيب في بعض يعني الجمعيات الحقوقيه زي الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان يعني عملت احصائيه لعدد القتلى اللي سقطوا في عهد الرئيس المعزول، بس احنا وجدنا ان كتير من الاحصائيات دي يعني متضاربه الارقام فيها شويه، وفي البعض عمل من اول الرئيس المعزول لغايه نهايه حكمه. انت رؤيتك ان المفترض يعني لو رحنا للاستاذ الباشمهندس محمد او استاذ احمد لو رحت لك وسالتك انت رؤيتك هل ما حدث ممكن ان يحدث او يتكرر مره اخرى؟ لا باذن الله مش هيحصل تاني. يعني احنا كنا في كابوس ونزاح يعني. طب هما يعني الطرف الثاني بيقول ان ده بيتكرر معاه، يعني الطرف الثاني بيقول ان ده بيتكرر معاه، يعني بأمارة تكسير الكنائس والجوامع وتكسير الجامعات والخراب اللي هم بيمشوا يعملوه في كل مكان. يعني هم كانوا بيدعوا ان احنا كنا بنعمل كده، والحمد لله ما عملناش كده، ولا بوظنا حوائط جوامع ولا مدارس، ولا بهدلنا بيوت الاخرين، ولا كسرنا عربيه الناس، ولا بنرمي زباله في الشارع زي ما هم بيعملوا. هم بيعملوا كل حاجه ان هي تشيل الحياه المصريه. احنا ما عملناش كده. هو فرق كبير بيننا وبينهم. احنا مش بالكلام، احنا في كل المسيرات اللي احنا كنا بننزلها كنا بنخاف على عربيه المصريين اللي زينا، بصرف النظر اخوان مسلمين ولا مسلم ولا مسيحي. كان ما عندناش الحده اللي احنا بنفرق، وما عندناش العنصريه. انا لما بقول لحضرتك ان هم دول اخوان صهاينه، دول مش اخوان مسلمين. يعني بعيدا عن يعني التوصيفات، انت بكره او انتوا بكره ممكن انتوا تحضروا الجلسه كشهود؟ احنا المفروض ان احنا مقدمين على تصاريح بقالنا 5 ايام، واحنا طبعا استدعينا النيابه
واخذت اقوالنا، والمفروض ان احنا مستنيين بكره التصاريح، لسه لغايه دلوقتي ما طلعتش. وجالنا تليفون من المحكمه ان التصاريح كانت بتطلع للمحامين بتوع الاخوان، واحنا لغايه دلوقتي تصريحاتنا ما طلعتش، وانا بكلم حضرتك دلوقتي حالا قبل ما اخش معاك على الهواء، التصريح بتاعتنا لسه ما طلعتش، فمش عارف ايه اللي بيحصل دوت يعني. وكان في حاجه عايز انوه عليها بعد اذن حضرتك. اتفضل. في لينا زميلنا باشمهندس هيثم عادل فاضل، هو راجل منتج برامج زراعيه وراجل محترم، واتخطف من جنبي في يوم الاربعاء الساعه 7:30، وما عرفتش ان هو قاعد مع سياده السفير اللي كان موجود وزمايلنا كانوا موجودين، الا بعديها بساعه لما عرف يكلمني من على الموبايل، هي مكالمه واحده: يا احمد انا الاخوان حاجزيني ومش عارف هروح فين. بعد كده عرفنا ان هو بعد ما نسالنا عرفنا ثاني يوم بالليل ان هو في المحكمه. وانا بحب يعني اشكر مصطفى بيه خاطر المستشار، مصطفى خاطر ان هو يعني الراجل دوت ليه كل الشكر، اللي هو وقف في وش طاغيه محمد مرسي وما نفذلوش اللي هو كان عايزه، اللي هو باطل. ولا النائب العام كمان، يعني حتى النائب العام ساعتها، ولا النائب العام الملاكي ساعتها. نعم. طب استاذنكم نروح نشوف اراء من الشارع المصري حول حضور مرسي للمحاكمه من عدمه، نشوف الاراء مع بعض. في ظل الظروف الحاليه اتوقع الا يحضر، نظرا لما تمر به البلاد من حاله انفلات بعض الشيء. اكيد ما هم بقى حاطينه في مكان واخد بالك معين، وبيقول لك ان هو افطار، انما هيجي اكيد حاطين هم في مكان وهيجيبوا للجلسه. هيحضر اولى جلساتنا مش هيحضر؟ ان شاء الله هيحضر ان شاء الله. والله انا شخصيا ما يهمنيش يحضر ما يحضرش، دي حاجه بتاعته هو، حاسس ان هو مازال شرعي وان الشرعيه اتسلبت منه. طيب احنا دلوقتي معانا هيثم عادل على التليفون، احد مصابي احداث الاتحاديه واللي كان بيتكلم عنه الاستاذ احمد. استاذ هيثم، مرحب بحضرتك معانا في برنامج الحدث المصري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بك، شرفتنا يا فندم. هل حضرتك بكره لو يعني حضرتك اشرح لنا كده بايجاز او استرجع لنا ايه اللي حصل معاك وشعورك ايه تجاه ما سيحدث بكره، وهل انت رايح بكره المحكمه او رافع قضيه؟ لا، واحنا الحقيقه في، بس انا هرد على حضرتك في الحته الاخرانيه دي. بالنسبه لاوراق القضيه كلها دلوقتي في حاجات من ايام ما كان النائب العام الملاكي بتاعهم هو اللي كان ماسك، ففي اوراق في القضيه مختفيه مش موجوده اساسا. يعني هتلاقي ان في بعض المصابين اللي هم كانوا في احداث الاتحاديه ورقهم مش موجود، مختفي، مش موجود اصلا. في النيابه يقول لك راح المحكمه دار القضاء، لو سالته في دار القضاء يقول لك لا لسه ما جاش من النيابه. ففي ورق تايه اساسا في الموضوع، ولكن احنا معانا ارقام المحاضر ومعانا اثباتات ومعانا كل الحاجات اللي تثبت اللي حصل يعني. نعم. طب يعني تفسر بايه اللي حصل ده؟ يعني اختفاء اوراق واختفاء من المحكمه. ده طبيعي ان هو بعد ما هم في الفتره اللي هي قبل اللي هو 28 لما حسوا ان الدنيا خلاص ان هي بتتسحب من تحتهم. وكان خلي بالك ان هو مرسي اتعزل، وكان لسه في لسه ناس من جماعه الاخوان كانوا شغالين ماسكين مناصب، فبالتالي ان كانوا برضو ابتدوا يدفنوا الورق اللي هو كان يثبت اي ادانه ليهم عشان يخلصوا من القضيه. استاذ هيثم، يعني الطرف الثاني او جماعه الاخوان بتقول وعرضت صور بالفعل في بعض الوسائل الاعلام التابعه عليها، بتقول ان يعني الطرف يعني أنتم أو الطرف المعارض لرئيس مرسي قام بقتل العديدين، ويعني بيقولوا إن 9 من 10 اللي ماتوا هم من الإخوان، وقالوا كمان إن أنتم لم تكونوا سلميين، يعني بصورة من الحياد. يعني هل بالفعل كان حصل اشتباكات؟ مش محتاج، والناس بمنتهى البساطة يعني أي حد يقدر يفسرها. وكانت الكاميرات بتصور يوميها الصبح أحداث الاتحادية، تمام، وكان هناك معتصمين وفي الخيم، ومين اللي راح عليهم؟ ما هم انصار مرسي وجماعته الارهابيه هم اللي راحوا للناس المعتصمين قدام قصر الاتحاديه. فمين انت جاي النهار، انت اللي رحت اعتديت قدام الشرطه وقدام العالم كله، كاميرات كانت بتصور، دخلوا ضربوا الناس وكسروا الخيم وقعدوا يشتموا الناس وقال لك جبنا نسوا يا معفنين، والجو اللي حصل ده هم اللي عملوه. فما تيجي انت تقول ان احنا اللي هم اللي بيعتدي على مين؟ احنا بنشوف دلوقتي صور لبعض المصابين وبعض اللي تم الاعتداء عليهم من قبل جماعه او انصار جماعه اخوان المسلمين. دلوقتي زي ما احنا شايفين احد الاشخاص قدام قصر الاتحاديه. حضرتك لو تتذكر مينا، انت عندك اكيد صور لمينا. تمام. نعم. مينا كان معانا في المعتقل ساعتها،
كانت معروضه معانا فعلا وانت بتتكلم دلوقتي وما زالت. تمام. أمينة ساعتها يعني اهو منظره، هو ده منظره اللي جه بيه. هم دي جماعه وده علاء حمزه اللي هو يعني الشهير اللي كان بيحقق من يعني واحد برضه المتهمين في قضيه الغد، وكان بيحقق مع المتظاهرين او المصابين اللي تم الامساك بيهم، وده احد السفراء اللي يعني تم الاعتداء عليه وتم تسليمه. دي نماذج حقيقيه حصلت، يبقى احنا ما ينفعش النهارده نقول ان المتظاهرين هم اللي بدأ منهم العنف. احنا كنا واقفين من اول اليوم، الناس دي مغيبه، الناس دي بيرعوا، هم يعني هم مؤمنين بالعنف، وهم هو دي الوسيله الوحيده، بدليل اللي حصل واللي هيحصل واللي طول الفتره اللي بعد مرسي هم كان باين عليهم، يعني في رابعه، في النهضه، لغايه النهارده في مظاهراتهم، كل دول هم يعني هم دي ناس بريئه واحنا الناس اللي كنا بناخد منهج العنف يعني؟ لا طبعا. شكرا استاذ هيثم. يعني الاستاذ احمد لو سالتك، يعني ما هو دلوقتي هم يعني دلوقتي لو حب راح او جماعه الاخوان لو حب يروحوا يتظاهروا هناك هيقولوا يعني مش لن يسمح لهم بالتظاهر، انتم سمح لكم بالتظاهر. يعني مش شايف ان في يعني معامله فرق في المعامله شويه بين المتظاهرين دول والمتظاهرين دول؟ انا هقول لك على حاجه كده بتتحط على الفيسبوك بخصوص باسم يوسف. بيقول لك انا ولا انتوا قمتوا ليه وخايفين ليه؟ انا ولا تحت مني فرس ولا ماسك في ايديا سيف. لكن هم بينزلوا بالرشاشات وبالآلي وبالسيوف وبالحاجات دي. اي تظاهر اللي هم بينزلوا بيه. طب كلمه اخيره استاذ احمد او مهندس احمد، لو انت حضرت بكره ان شاء الله جلسه المحاكمه، هل معاك صور، معاك فيديوهات هتقدمها؟ احنا قدمنا كل ده للنيابه. مقدمين كله للنيابه. كله مقدم للنيابه اول باول يعني. طب توقعاتك، هل هيحضر الرئيس المعزول؟ هل هيكون القيادات اغلبيتها هيكون حاضر، ولا هتحصل يعني اجواء مش يعني غير مرغوبه في اثناء المحاكمه؟ يعني هو اولا يعني انا شايف ان احنا مكبرين الموضوع قوي، لان احنا من يوم ما اتعزل مرسي لغايه النهارده سمعنا ان هو يوم الاحد دوت اللي هو ما بيجيش، ان مرسي راجع واحنا هنعمل واحنا هنسوي واحنا هنقعد هنا نستشهد في رابعه. كل الكبار اللي هم طلعوا صغيرين قوي هربوا قبل الناس الغلابه المخطوعين ما يحصل لهم اللي حصل لهم في رابعه نتيجه تغيبهم. انما بكره دوت انا حاسس وان شاء الله هيعدي بسلام وبخير، ومش هنخاف. احنا مش خايفين منهم، ما خفناش منهم يوم كشف الحساب ورحنا تاني يوم رفعنا عليه قضيه هو واعوانه. ما خفناش ورحنا الاتحاديه لما اصحابنا اتقتلوا واتسحلوا. ولغايه النهارده احنا مش هنخاف من الاخوان المسلمين. هم خلاص هم 80 سنه يعني بخ خلاص. هم الاخوان 80 سنه وبقوا خلاص بقوا وهم سراب. فمش خايفين من بكره. يحتروا وما يحتروش دي حاجه تبقى في ايد السلطه والداخليه، ونتعشم بس ان الداخليه بقى ان شاء الله تعيد حساباتها مع الشعب المصري كله وتبقى احسن ان شاء الله. شكرا مهندس احمد فاروق، شكرا مصابي احداث قصر الاتحاديه، وايضا شكر للاستاذ حسام عمر ايضا مصابي قصر الاتحاديه. شكرا لكم، شرفتونا برنامج حالة المصري. فاصل قصير مشاهدينا، وبعده نقاش حول ردود الافعال على نقل محاكمه الرئيس المعزول الى اكاديميه الشرطه بدلا من معهد امناء الشرطه ومنع بث المحاكمه على الهواء. ضيفي فيها هيكون محمد منيب الناشط الحقوقي وعضو مجلس نقابه المحامين، والمستشار مرسي الشيخ رئيس محكمه استئناف طنطا. عائداتها تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً، تسيطر على عقول الكثيرين، تغير نمط حياتهم. وثائقي يكشف الستار عن أسرار صناعة الألعاب الإلكترونية. رحلة الحلم، الجمعة 11 على شاشة العربية. كيف أصبحت اليوم؟ لا الفلافل. وكيف تنوي أن تبدأ نهارك؟ بس سارة وماريا كده حلوين. حين تعشق ساعات يومك الأولى. مو أي واحد تمسك فيه عشان بين لك ضحكة سن.
بمواضيع أنت المستفيد الأول منها. ممكن لو تعطوني 44 ثانية أقول لكم شو هي أمراض الروماتيزم. بيساعد على تخفيف الوزن. أنه هذا فنان عن جد فنان كبير. مع هذا الله عطيك موهبتين حتى تديري بالك عليهم. طلعت عن حدودي شوية. حابة تعملي إضافة؟ مهما كان مزاجك كل شوي يقول أهلك باعوكي علي. ابدأ نهارك مع سارة ومهيرة. أصر يصر وإصرارا. هنتكلم عن هيفاء وهبي، غادة عبد الرازق، كثير أسامي عربية. صباح العربية. أنا أعتقد بين غلاء المهور وهالخبر يعني ما حد يتزوج، خلاص كلكم اقعدوا في البيت. من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. أنا حزين. احنا مش نازلين، احنا ماشيين في الشارع لقينا المظاهرة. كلنا عايزين. احنا كلنا كده شعب مصر اللي بيعدي في الشارع، اللي لا بيتقتل يمين ولا بيتقتل شمال. أنت راجل محترم. بس هنعمل ايه بصراحة؟ شغل عصابات والله العظيم. فصل يأمل الكثيرون أن يعيد الهدوء إلى الشارع المصري بعد شهور متواصلة. من حالات الحماس الشديد وخاصة مع مرور. لكن الديمقراطية بتاعتهم عاملة زي البتاع التمثال اللي عاجوا أيام الجاهلية، النهار ما يجوعوا ياكلوه، فهم كلوا الديمقراطية دلوقتي. مش خايفين تيجوا السنة الجاية تقولوا نص طايرة ايه؟ أهلا بكم. نقاشنا في هذه الفقرة هيكون عن قرار محكمة استئناف القاهرة بنقل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى أكاديمية الشرطة، وذلك بدلا من معهد أمناء الشرطة دون أبداء أسباب. عدم بث المحاكمة على الهواء ده كله بيجي وسط الاستعدادات الأمنية للمحاكمة وحالة الترقب التي يعتزم أنصار مرسي تنظيم فيها احتجاجات واسعة يوم المحاكمة، مهددين بتعطيل إجراءاتها. سيناريوهات عدة تنتظر محاكمة مرسي وردود الفعل على قرار نقل المحاكمة وعدم بثها على الهواء. نناقشها مع ضيفي في الاستوديو، بداية المستشار محمد مرسي الشيخ رئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. شرفتنا في برنامج الحديث المصري. وضيفي محمد منيب الناشط الحقوقي وعضو مجلس نقابة المحامين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. شرفتونا في برنامج الحديث المصري. بداية قبل أن نشاهد أو نتحدث نشاهد هذا التقرير عن التشابه والاختلاف في محاكمة رئيسين سابقين وظروف ومكان كل منهما. نشاهد هذا التقرير. وراء القضبان رئيسان، أحدهما حكم مصر ل30 سنة وآخر حكمها لسنة واحدة. الرئيسان السابقان مبارك ومرسي أطيحا بثورتين ومن ثم أحيلا إلى المحاكمة في قضايا كانت السبب الرئيس وراء غضب الشارع، لكن هناك ثمة أوجه شبه واختلاف بين الرجلين في ظروف تتعلق بمحاكمة كل منهما والتهم الموجهة إليهما. محمد مرسي تنتظره قائمة طويلة من الاتهامات، أبرزها تهمة الخيانة العظمى المتمثلة في التخابر مع جهات أجنبية، وأحداث الاتحادية التي قتل فيها عدد من المتظاهرين، إلى جانب تهمة هروبه من سجن وادي النطرون وإهانته للقضاء والتستر على قتل الجنود المصريين في رفح، وتستره أيضا على حادثة خطف الجنود المصريين الذين تمت إعادتهم بعد التفاوض مع خاطفهم. ورغم أن المحكمة لن تتناول كل هذه القضايا في وقت واحد، إلا أن الحد الأقصى للعقوبة التي تنتظر مرسي هي الإعدام. أما مبارك فيواجه تهما تتمثل في قتل متظاهري ثورة يناير والكسب غير المشروع، وحكم على مبارك بالسجن المؤبد، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة فتمت إعادة محاكمته. ظروف ومكان محاكمة مرسي تختلف تماما عن سلفه مبارك، فالتشديدات الأمنية لتأمين محاكمة مرسي غير مسبوقة عززت بعناصر من الأمن يقدرون ب20,000 ضابط وجندي. ولدواعٍ أمنية سينقل مرسي بمروحية عسكرية إلى معهد أمناء الشرطة، حيث مكان المحاكمة القريب من منطقة ترى، مع تأمين الشوارع المؤدية إليها خوفا من وقوع اختراقات وأعمال شغب من أنصار المعزول.
أما محاكمة مبارك فكانت في أكاديمية الشرطة الواقعة في التجمع الخامس. كان ينقل إليها الرئيس الأسبق بمروحية طبية في كل مرة وسط إجراءات أمنية مشددة، ولكن ليس بالقدر نفسه، فالقلق كان من أهالي المتظاهرين الذين قتلوا. كما لم تترافق أو تسبق أي من محاكماته أعمال شغب أو دعوات للخروج في مسيرات مؤيدة له. الترقب والانتظار لمحاكمة مرسي سيكون مشابها لأولى جلسات محاكمة مبارك، ولكن المخاوف من انعقادها تتصاعد مع اقتراب موعدها في ظل عرقلة الإخوان ومحاولاتهم إنهاك رجال الأمن قبيل إجرائها، وفي ظل إصرار المعزول على أنه لا يزال صاحب الشرعية وعازما على الدفاع عن نفسه أمام هيئة القضاة الذين أهانهم في يوم من الأيام. سماح سيد، العربية. شكرا للزميلة سماح على هذا التقرير، لكن فقط للتوضيح يعني هذا التقرير أعد قبل نقل مكان المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة. نبدأ مع حضرتك سيادة المستشار. نعم. يعني رؤيتك هل هناك سبب معين تم من أجله تغيير مكان المحاكمة من ترى إلى أكاديمية الشرطة؟ طبعا في أسباب أمنية. يعني القرار ده جه مفاجئ، لماذا؟ لا، وزارة الداخلية هي اللي اتخذته. أنا أعرف أن وزارة الداخلية اتخذته، لكن القرار جه مفاجئ يعني قبل موعد المحاكمة بيوم. البعض بيقول إنه كان دي خطة أمنية منذ البداية، يعني أن يتم الحديث عن مكان آخر ويتم بعد ذلك. وماله دي كلها خطط أمنية. كل دي خطط أمنية، مفيش شك في هذا. المحكمة القاضي ملوش شأن. أصل رئيس المحكمة هو اللي أعلم، ده بيكون من الداخلية. لا، أعلم بس. المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة أعلن فقط. يعني انما هو ملوش دور خالص. هو ساكن معايا في نفس العماره. طب كويس. ممكن ناخد معلومات قويه من حضرتك. لا يعني اعرفه جيدا يعني. هو اعلن فقط، وظيفته اعلان مش وظيفته التدخل في تغيير المكان. لا، ملوش دور خالص. ليه علاقه بوزاره الداخليه والتامين، عمليه تامين داخليه طبعا، مفيش شك في هذا يعني. طب السيناريوهات المتوقعه من وجهه نظر حضرتك سياده المستشار لجلسه المحاكمه، هل يعني البعض بيقول ان مرسي سيترافع عن نفسه؟ يترافع يعني هل هذا مقبول قانونيا؟ البعض ان هو غير مقبول، لازم ان يكون هناك محامي. من حقه في محامي. من حقه في محامي هيحضر. اذا هو ما جابش محامي محكمه تنتدب له محامي. انت تصوراتك لبكره هيكون شكله ايه يعني؟ والله بيتهيألي الدوشه اللي معموله حواليه دي مش حقيقيه. وبكره هيبقى هادي ومش هيبقى فيه مشاكل. انا متصور هذا. متصور ان الامن ده امنيه ولا تصور؟ لا، تصور. الامن واخد باله، الامن حريص، الامن جاهز، واقف لهم بالمرصاد. 20,000 ضابط وجندي بيحرسوا منصه المحاكمه. ده امر غير مسبوق. نعم. ما حصلش قبل كده. 20,000 جندي. مش رقم مبالغ فيه شويه 20,000 يعني؟ ده اللي اعلنوه. احنا ملتزمين باللي اعلنوه. طب لو ذهبنا للاستاذ محمد، يعني استاذ محمد، انتم كحقوقيون ويعني رؤيتكم، يعني هل اولا سيكون هناك وفد من نقابه المحامين او وفد حقوقي هيحضر المحاكمه ولا لا؟ وتوقعاتك للسيناريو بكره، سيناريو الجلسه هيكون شكله ازاي؟ لا، انا ما اعرفش اذا كان في وفد حقوقي رايح ولا لا، لكن لجنه الحريات في النقابه اعلنت انها تستذهب لمراقبه ومتابعه اجراءات المحاكمه. 2 المدعين بحق المدني كمان في مجموعه رايحه بكره للحضور، لكن كمان اعلن انه ما فيش حد من محامي الاخوان سيذهب دفاعا عن مرسي، باعتبار ان اجراءات احالته للمحاكمه باطله من وجهه. قيل ان العوا سيترافع عن مرسي، ولا هذا كلام؟ لا، قيل انه رئيس هيئه الدفاع عن محمد مرسي، لكن سيذهب غدا ام لا؟ ده اللي هنشهده بكره في ظل التصريحات المتواتره النهارده انه لن يحضر احد من المحامين من الاخوان، من جماعه الاخوان او موكلين من الاخوان للدفاع عن محمد مرسي. ومن هنا يجي كلام معالي المستشار انه في هذه الحاله على المحكمه ان تنتدب له المحامي صاحب الدور في نقابه المحامين للحضور معه. طيب لو بكره ما حضرش محامي مع مرسي، فورا المحكمه ستؤجل نظر الدعوه لحين حضور محامي، لان ده اجراء قانوني واجب. يعني لا يجوز ان يترافع عن نفسه؟ لا يجوز. الترافع عن نفسه شيء وحضور محامي شيء اخر. يعني مش ده بديل عن ده. يكون ما هو ممكن يبقى فيه 10 محامين ويطلب المتهم الحديث عن نفسه،
ففي الحالة دي المحكمة بتستجيب له وبتعطيه الحق في أن يقول ما شاء وتوقفه في اللحظة اللي بتحس أنه خارج فيها عن مقتضيات الدفاع أيضا. تمام، لكن يجب أن يكون هناك محامي لابد وفق قانون الإجراءات الجنائية، ما دامت جناية ومعروضة على محكمة لابد من وجود محامي في هذه المحاكمة. طب سيادة المستشار، يعني البعض بيتساءل لماذا لا يتم ضم القضايا، يعني على قضايا عديدة التي يحاكم بسببها الرئيس المعزول محمد مرسي، لماذا لا يتم ضم هذه القضايا في قضية واحدة يعني تسهيلا الأمور، يعني بدل من يعني جلسات أخرى، تأمينات أو يعني عمليات تأمين كبيرة أكثر من مرة؟ هل هذا أمر منطقي أم لا؟ مش منطقي طبعا، لأن القضايا مختلفة. نعم. الاتهامات مختلفة، فيجب أن يحاكم عن كل اتهام منفردا. اتهام بقتل المتظاهرين بكرة، غير التخابر بعد كده الاتهامات متعددة، وتعددها يقتضي تعدد المحاكمة. تأمين أو مش تأمين، القاضي ملوش دعوة بالكلام ده خالص. القاضي حر، القاضي مستقل، ملوش دعوة. قدامه متهم بجريمة، هو ده اللي يجي قدامه، مفيش غير كده. طب يعني خليني اقول لكم في بيان النهارده طلعته جماعه الاخوان المسلمين، يعني لو قرأنا بعض مقتطفات منه بتقول ان الانقلابيين الارهابيين الدمويين، يقصدون يعني سلطه الدوله، لم يكتفوا باختطاف واخفاء الرئيس الشرعي الذي يمثل الاراده الشعبيه الحره، وانما ايضا يقدموه للمحاكمه. بيقولوا في فقره اخرى من هذا البيان ان الرئيس محمد مرسي لم يعد شخصا عاديا، وانما صار رمزا لمبادئ وقيم ساميه راقيه اقامتها البشريه عبر عشرات الاجيال. ايضا يعني اسره الرئيس مرسي بتقول انها لن تذهب الى المحاكمه غدا، وانها بتشوف ان الرئيس السابق مختطف كرهينه. رؤيه حضرتك استاذ محمد لهذا الكلام، هل هذا الكلام يعني هم بيقولوا كان ان احنا حاولنا ان وفد حقوقي اجنبي يحضر المحاكمه وتم منعه، هل هذا الكلام منطقي في اطار ما يحدث؟ انا عايز اتكلم في 3 نقط سريعه. النقطه الاولى، كنت اتمنى ان تنقل هذه المحاكمه على شاشات التلفزيون كما نقلت محاكمه مبارك، ولا نعلم حتى الان بدقه ما اذا كان هذا سيتم ام لا، لانه لم يصدر قرار او بيان رسمي من التلفزيون المصري اللي المفروض له حق النقل والاخرين بينقلوا عنه. 2، ما صدر في هذا البيان هو اننا ما زلنا امام عصابه اجراميه تتعامل بصلف مع الشعب المصري ومع الدوله المصريه. هذا البيان لا يعبر عن مجموعة سياسية، إنما هي عصبة مجرمة ما زالت تصر على أن يعني تلتف حول مقتضيات بناء دولة حديثة، بجرنا جميعا إلى الخلف بإشاعة الفوضى والعنف والخراب كما يريدون. 2، إن كان مرسي رمزا لشيء فهو رمزا للاستبداد الديني، وهو رمز لهذا التخلف، ليس رمزا لقيم سامية كما ذكر، هو رمز لتخلف ومعيار للجنون وسادية غير مسبوقة. وهنا عايز اقول بقى انه يبدو اننا امام حالة فيها نوع من المرض فيما يبدو، يعني الامر تجاوز حدود ان هناك خلافا سياسيا مع احد الفصائل ذات وجهات النظر الى حد ان هناك يبدو مرضا نفسيا او عقليا اصاب هذه المجموعة عندما تنكر ان هناك شعب يريد التغيير. ويا اخي شعبنا مستحمل ما هو أسوأ مما كان في عهد مبارك ومرسي اليومين دول. ليه؟ لانه يعني يستشعر انك مواجهه حقيقيه لمجموعات ارهابيه وعنيفه تحاول وقف تطوره. هذا الشعب يريد محاكمه هذا الرجل، هذا الرجل معروض على محكمه كما عرض حسني مبارك على محكمه. المشكله فين؟ المحكمه يمكن تبرئه او تدينه، هذا شأنها. اقصد مفيش حد هيلوي دراع المحكمه عشان تاخد قرار، قدامها ورق، قدامها أدلة اتهام، قدامها دفاع ستسمعه، تحقق في الأمر وتصدر هي وشأنها فيما تصدره من قرار. لكن الأزمة هو إصرار هؤلاء الناس على أن هناك مشروعية قد اختطفت. السؤال: من اختطف الشرعية من من؟ ومن هو الذي يحدد ما إذا كانت هذه هي الشرعية أم غيرها؟ إذا كان الاحتكام للشعب، الشعب هو اللي خرج في 30/6 وهو اللي خرج في 3/7. الشعب قرر أنه لن يقبل أن يستبد به تحت ستار الدين بعد ذلك. وأنا أعتقد أن دي صفحة طويت. إذا كان ما يسمى بالإخوان المسلمين راغبين في العودة مرة أخرى إلى الصف الوطني، عليهم أن يعلنوا في الأساس أن هذه الصفحة قد طويت. أما وأنهم ما زالوا متمترسين خلف هذا الأمر، فأنا أعتقد أنهم هم الذين في هذه الحالة يحرصون على أن يكونوا خارج الإطار الوطني. نعم.
طب استاذنكم نشاهد تقرير عن قائمة المتهمين في قضية أحداث الاتحادية يوجز كثير من الأمور الهامة. نعم أعزائي المشاهدين، معنا الآن عبر الهاتف المحامي محمد الضماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع في قضية الرئيس المعزول محمد مرسي. أستاذ محمد، برحب بحضرتك معنا في برنامج الحدث المصري. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك يا فندم يعني الاقاويل كثرت، الرئيس المعزول سيحضر لن يحضر، هل ستبث الجلسه على الهواء لن تبث، هناك وفد حقوقي او وفد من المحامين الدوليين قيل انهم منعوا من الحضور، يعني اشرح لنا اجواء بكره، وهل هذا الكلام ما ذكرته صحيح ولا لا؟ يعني بالنسبه بس للوفد الذي قيل انه سيحضر من الخارج لم يتصل علمنا به، واعتقد ان هذا الوفد لابد ان يحصل لكي يحضر هذه المحاكمه. نعم. اذا كانوا محامين لابد ان يحصلوا على اذن من وزير العدل ومن نقابه المحامين في نفس الوقت. نعم. ده طبقا لقانون المحاماه. اما بالنسبه للشكل العام للمحاكمه اعتقد ان هناك تخبط من اجهزه الامن، لان المحامين والصحفيين والاعلاميين عندما لا يعلموا بمكان المحاكمة إلا قبلها بساعات قليلة، أعتقد أن هذا يشير إلى التخبط. نقل المحكمة من معهد أمناء الشرطة الذي تم تجهيزه وتكلفته من دماء الشعب المصري، ثم بعد ذلك تنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، كل هذا يشير إلى هذا التخبط الغير مبرر في الوقت اللي هم مش قادرين يأمنوا محاكمة. وهذه ليست المرة الأولى، فقضية المرشد العام دكتور محمد بديع وخيرت الشاطر لم تؤمن. نعم. بدليل أن المتهمين فيها لم يحضروا، مما دفع المحكمة في آخر جلسة إلى تنحيها عن نظر هذه الدعوة. وبالتالي يعني في الوقت اللي هم مش قادرين يأمنوا فيه محاكمة، الدبابات والمصفحات والمجنزرات وأفراد الأمن والقوات المسلحة منتشرة في ربوع البلاد، فهذا أمر غير متصور. والأمر الآخر يعني هذا الترويع من المحاكمة ومن تخويف الناس من المحاكمة بدعوى أن الحشود يعني ستجتاح الدنيا، هذا امر بس هذا ما يعلن. يعني استاذ محمد هذا ما يعلن، يعني معي الاستاذ محمد منيب يبدو ان له تعليق على هذا الكلام. لا انا ليس لي تعليق على كلام الاستاذ الضماطي، لكن ما نشر. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. لكن ما نشر على الفيسبوك ومن دعوات قيلت على لسان معظم رموز الاخوان هي الدعوه غدا لمحاصره مقر المحاكمه في محاوله لانتزاع محمد مرسي من بين براثن هؤلاء الانقلابيون المجرمون. لا 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 لا. رد حضرتك على هذا الكلام يا محمد؟ يا استاذ محمد، يعني نعم. مع تقديري واحترامي لحضرتك، يعني هو حد هيقدر
يسقط بطياره هليكوبتر منهم. لا انا فقط كنت انقل اليك ما تواتر على صفحات الفيسبوك يا استاذ محمد. دي مش وجهه نظري، لكن اقصد ترويع الناس ما بداش من الحشود الامنيه، لكن ترويع الناس يبدا عندما يقوم هناك اخرون على مدار ال3 شهور اللي فاتوا المصريون راوهم يروعوهم في الشوارع ويقتلونهم في الشوارع، يدعون ايضا الى اختطاف محمد مرسي من مقر محاكمته. فالذي بدأ بترويع المصريين يعني لابد ان نكون يعني محقين. يعني الترويع حدث في فض اعتصام رابعه وقتل الالاف، وفي لا الحقيقه فض اعتصام رابعه لم يكن ترويعا، يعني كان عمليه هامه لتنظيم المجتمع. يعني لابد استاذ محمد، لو حبيت اسالك بس، هل حصلتوا انتوا كهيئه دفاع على التصاريح اللازمه؟ لان هو القاضي قال او رئيس المحكمه قال ان في 245 تصريح، منهم 200 لوسائل الاعلام و45 للمحامين ويعني والاقارب. هل حصلتم على تصاريح للدفاع عن المتهمين؟ يعني انا يعني للاسف الشديد انا تسلمت التصريح منذ 10 دقائق فقط. نعم. وصلني التصريح بعد جهد مرير. يعني كيف نعم. لمحكمة لا تصرح للمحامين إلا قبل بدء الجلسة بساعات. يعني هذه مقدمات تشير إلى أن هناك محاكمة معوجة، ونأمل من القضاء المصري أن يقوم هذا الإعوجاج بصراحة. أنتم هتحضروا يعني بكرة؟ أنا لما كنتش اطلعت على القضية لغاية دلوقتي، علما بأننا مقدمين طلب لاستخراج صورة رسمية منذ أكثر من أسبوعين. خلي بالك يا أستاذ، ولم تسلم لينا إلا أمس التصاريح اللي هندخل بيها قبل المحاكمة بساعات. هل هذا يبشر نقل المحاكمة من معهد إلى أكاديمية الشرطة؟ كل ده تخبط. نأمل أن القضاء المصري يتجاوز هذه أستاذ محمد، أنت هتحضر بكرة الأمن تحت سيطرته. حضرتك وهيئة الدفاع، أستاذ محمد، حضرتك وهيئة الدفاع هتحضروا بكرة، وهل أنتم موكلون بتوكيلات رسمية عن الدفاع عن مرسي أو عن المتهمين؟ المتهم في جناية لا يوكل توكيلا رسميا. نعم. المتهم في جناية يذهب أهله وذويه إلى المتهم الذين يرغبون في حضوره مع المتهم، وهذا ما حدث مع المجموعة التي سوف نحضر معها، باستثناء الدكتور محمد مرسي الذي لم يختر محاميا حتى هذه اللحظة. نعم. لكن الدكتور سليم العوة سوف يحضر معه، وسوف نطلب من المحكمة تمكين بعض من فريق الدفاع للجلوس مع الدكتور محمد مرسي وقتا مناسبا حتى نضع استراتيجية لدفاعه هو تحديدا. نعم. يبقى إذن المجموعة فدفاعها أمر عادي شأنهم شأن أي متهم آخر. إذن سليم العوة سيحضر غدا عن الرئيس المعزول محمد مرسي مع مضبوط؟ يعني الدكتور سليم العوة سوف يحضر مع الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب حتى هذه اللحظة. شكرا لحضرتك أستاذ محمد، شاكر جدا لحضرتك. سيادة المستشار، المدعين بالحق المدني من المفترض ان هم يحضروا بكره. نعم. دائما ما يحدث المدعين بالحق المدني الكثير من اللغط داخل المحاكمات. يعني ايه لغط؟ يعني في محاكمه الرئيس سابق محمد حسني مبارك. لا المره دي مش هيبقى في كلام منه. يعني ما الذي يضمن ان المره دي لا، القاضي قاضي ملتزم وقاضي معروف. ألم يكن الاخر ملتزما؟ لا ده اكثر التزاما اكثر التزاما. يعني القاضي اللي فات كان الى حد ما طيب تعبان. كان عضو يمين مع حماية زمان، وحماية كان رئيس في الجنايات. أما القاضي الحالي أحمد صبري يوسف فقاضي ملتزم ومحترم وشديد. يعني ايه؟ ماسك، يعني يمسك أعصابه كويس ويعرف يظبط الجلسة. يعرف يظبط الجلسة كويس. يعني اللي يغلط يطلع بره. مفيش مشكلة. يعني ممكن المحامي يطلع بره لو أخطأ؟ يطلع بره، إيه المشكلة؟ المحامي على راسه ريشه عشان ما يطلعش بره. يعمل لغط يطلع بره، يقعد في الجلسه ويحترم الجلسه، اهلا وسهلا. الجلسه يجب فيها على المحامي وعلى الحضور ان يحترموا المحكمه، وان عدم ده مرسي نفسه لو غلط يوقفه، لو تجاوز عن الموضوع يقول له قف. هذا كلام يقال، لكن عند وقت المحاكمه نشاهد امور اخرى، لان المحامين عددهم كبير، كتير منهم عايز يتكلم. لا مش كتير المره دي، مش كتير المره دي. حوالي 30
مش كتير برضه 30 مش كتير. طب استاذ محمد، رؤيتك ان المحاكمه هذه المحاكمه للرئيس المحسوس ستكون اكثر انضباطا من محاكمه الرئيس مبارك؟ لا، دعنا نستبق الامور، سوف نشهد هذا وسوف نعرف من الاخبار التي سوف تتواتر مع بدء اجراءات المحاكمه، لكني اعتقد انه ما فيش حد بيبقى رايح وناوي يفسد المحاكمه. يعني نيه افساد المحاكمه مش هتبقى موجوده الا اذا كانت موجوده. هو مش نيته اصلا طرف حضرتك محمد محاكمات مرسي كتير، هو نيته ان هو يتكلم كتير، يعني يحظى على اكبر فرصه للكلام، فبياخد وقت القضيه كلها. دي مساله يعني مذاع على الهواء، يعني لا نعرف ان كانت تذاع ولا لا. دي مساله اعتقد ان المحامين بيعدوا نفسهم لها، واعتقد انهم استطاعوا ان يستوعبوا ما تم من اخطاء في محاكمه مبارك، وارجو واتمنى ان يكونوا قد اتفقوا على ان يتداركوها، وان شاء الله سنشهد من باكر باذن الله ماذا سيحدث. اعتقد انها هتكون مختلفه شويه. نعم. سياده المستشار، سؤال اول لحضرتك، نعم. متوقع ان جلسه بكره تمر كجلسه عاديه؟ جلسه عاديه، جلسه اجراءات لن تطول مده المحاكمه؟ لن تطول مده المحاكمه فيها. جلسه اجراءات، يحضر المتهم، يثبت حضور المحامين، يثبت حضور المدعين بالحق المدني، يثبت الحضور، كل اللي يثبت الحاله ويرفع الجلسه. شكرا سياده المستشار مرسي الشيخ رئيس محكمه استئناف طنطا الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ احمد، ليا ملاحظه مهمه خالص في موضوع المحاكمه. في مشهد انتوا جبتوه على الشاشه 10 او 15 مره مع التقارير، اللي هو ايه؟ مشهد الاتحاديه. مين بيضرب الولاد؟ في حوالي 7 8 من الموجودين وجوههم ليسوا من الاسماء الوارده في قرار الاتهام. نعم. رغم انه من السهل العثور عليهم. نعم. من السهل ضبطهم، من السهل، خصوصا ان دول فاعلين اصليين، مع وجود شهود. انت جبت 2 منهم في الفقره السابقه، ومع وجود شهود عظام زي الاستاذ شاهين ده مقلد، كانت شاهد عيان كمان في الموضوع، وكان معاها نور الهدى زكي. يعني اقصد اقول لك لا، في حاجه كمان، لا محتاجين يعني نعرف ليه دول لم يقدموا. هل دول سيقدموا الى محاكمه اخرى مثلا من الممكن؟ أم لا؟ هنشوف. انا بشكر حضرتك يا استاذ محمد منيب، الناشط الحقوقي وعضو مجلس نقابه الصحفيين. شكر ايضا لا المحامين مش الصحفيين، عضو نقابه المحامين ومستشار مرسي الشيخ. عمنا كلنا واستاذنا كلنا طبعا. اعزائي المشاهدين، للاطلاع على المزيد من الاخبار زوروا موقع العربيه.net، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في امان الله.